كم مرة ممكن الواحد يبقى عاوز يقرأ قرآن والمصحف قدامه وما عندوش موانع، يعني ما فيش حاجة شغلاه ولا أي حاجة. خلي بالك، ما بقولكش مش عاوز يقرأ، عاوز يقرأ وإيده ما تتمدش تفتح المصحف. دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. أنت لو قعدت تفكر فيها، هو إيه اللي منع فكرة إن إحنا عندنا مباح في الشرع مش معناها إنه يتعمل. بتبقى البنت مثلا لو هي متدينة من قبل الجواز، يعني متعودة على عبادات بقى معينة، تتجوز طبعا تلاقي فجأة كده إيه، الدنيا أيوة. ضلمت في وشها، بيت وتنظيف وغسيل وطبخ. فبيكون الرد دايما ايه؟ هو انت اللي مفهومك عن العباده غلط، انت انتقلت من لون من الوان العبادات للون اخر من الوان. ان الله يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفسافها. فاي واحد منغمس في التفاهه هو منغمس فيما يكرهه الله عز وجل. 5 ساعات ولا 6 ساعات عمال تسكرول على الفيسبوك وتقول انا بروح عن قلبي. لا، روح. يعني بتروح عن قلبك. روح يا قلبي. فلا، انت ما بتروحش عن قلبك، انت بتهرج. الحلقة اللي فاتت الحمد لله كان بدأنا سلسلة لازم تتحرر. فأنا يعني بنصح أي حد طبعا ما شافش الحلقة اللي فاتت إنه يقفل الحلقة دي فورا ويرجع يشوف حلقة الغفلة، فإن هي تعتبر تأسيسية لكل شيء جاي بعد كده. الحلقة اللي فاتت يعني كانت من كتر الصدمات اللي خدناها، وأنا كنت فكر إن أنا بس اللي مصدوم في الحلقة يعني، وكنت قاعد في الحوار يعني أثناء الحوار كنت يعني الموضوع كان مؤلم شوية بالنسبة لي. بس لقيت إن الناس في التعليقات ما شاء الله يعني كله كده يقول لي الناس كله مظلوم. كله متعاطف معايا وإن أنا مش غريب يعني كله مصدوم. ودي حاجة إيجابية جدا يعني. أنا بحب قوي الحلقات اللي بتفوق، اللي هي بتغير المفهوم، لأن زي ما نقول السلوك مرآة الفكر. فلو الفكر اتغير، لو الواحد حصل عنده شيء من اليقظة أو الوعي، آه، السلوك بقى خلاص بيبقى عارف بعد كده هو دي بداية التغيير، بداية الطريق يعني. خليني اقول لك حاجه. لما ابتديت دعوه كان هدف عندي الكلمه اللي انت قلتها دي بالظبط. يعني انا كنت داخل دعوه علشان يعني احدث تغييرا ما بس، يعني وعلشان كده يعني صدقا، يعني وانا ده كتبته على الصفحه بتاعتي في الفيسبوك. انا طبعا لقيت تعليقات ايجابيه كتير جدا، وتعليقات يعني انا ما توقعتش ان ده يعني يعني مش حابب اذكر. انما كان اكتر تعليقات محببه لقلبي وقريبه لقلبي لما حد بس يبعت يقول غيرت تفكيري. اه أيوه. او دي كانت نقطه تحول، او انا ابتديت افكر في الوقت بمنظور مختلف. بالضبط. كنت بحس ان يعني خلاص هو الرسالة وصلت الحمد لله. يعني زي ما انت بتقول بالظبط. يعني ان الواحد يحدث تغييرا ما داخل اي بني ادم، كده يبقى الرساله وصلت. الحمد لله. وده الحمد اللي لله. إحنا برضه الحمد لله يعني بنحاول نستهدفه كويس جدًا في podcast هنا، فاهم؟ حتى من أول اختيار الاسم يعني مم. فاهم إن أنا عايز أحدث تغيير فعلًا في الفكر يعني. عشان ما نطوّلش، إحنا إن شاء الله هنكمّل دي الحلقة التانية من السلسلة، هنتكلّم عن التفاهة، هنتكلّم على مفاهيم التحرُّر. أول حلقة اتكلّمنا عن الغفلة، التحرُّر من الغفلة، التحرُّر من التفاهة، والحلقة الجاية إن شاء الله هتبقى التحرُّر من سلوك سلوك القطيع. القطيع، والحلقة الرابعة هتبقى التحرُّر من العادة. برضه ده تعريف عشان اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت يبقى عارف إحنا السلسلة ماشية إزاي. طيب أول حاجة يعني خلّينا كده نبدأ ببساطة خالص، سؤال بديهي، إيه هي التفاهة؟ هو بدايه يعني برضو ترتيب الحلقات مقصود، إمم. والاربع حلقات دول متداخلين يعني بشكل ما. إمم. هتبتدي تشوف الصوره الكبيره لما الاربعه يخلصوا، كويس. فهم متداخلين. فيعني انا برضو عاوز اكرر تاني اللي انت قلته، اللي ما سمعش الحلقه اللي فاتت مهم يسمعها، لان انا هتلاقيني في وسط الكلام بأحيل على حاجات، يعني مش هقعد بقى اعيد تاني الكلام اللي قلته قبل كده. بالضبط. دي حاجه. تاني حاجه، الترتيب منطقي. يعني احنا ايه، لو تفتكر المره اللي فاتت قلنا ايه؟ قلنا انت نايم و... وهتقوم تمشي، اول حاجه بتعملها ايه؟ بتصحى. إمم. فالمفروض بعد الحلقه اللي فاتت نكون صحينا، يعني استيقظنا من الغفله، ونقول لك يلا بقى تعالى ايه، نسير الى الله. إمم. فوانت ماشي لربنا سبحانه وتعالى في طريقك لله عز وجل، هتلاقي عقبات بقى. يعني طريق مش سهل، لا، في عقبات إمم. هتقابلك. واحده بقى من العقبات الخطيره جدا 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 بالذات في العصر ده، انتشار التفاهه. دي عقبه خطيره جدا، وعشان كده دي كانت ده البودكاست الثاني، يعني بنتكلم عن التفاهه. ممتاز. فطبعا بديهيا لازم ايه التفاهه؟ يعني انت جيت تكلمنا عن التفاهه، ايه هي التفاهه؟ التفاهه يعني لو خدنا الجذر اللغوي ده، تفه ده في اللغه، فالمعنى بيدور حوالين الشيء الحقير، القليل، الخسيس، بيدور حوالين المعاني دي. فده معنى التفاهه في اللغه. طبعا كلمه حقير مش بالمفهوم الدارج المصري يعني، إمم. عشان اقول لك ده شخص حقير، لا، هو مش كده. الشيء الحقير في اللغه هو الشيء القليل. إمم. يعني لما يكون حاجه قليله بنسميها ايه؟
ده شيء حقير. طيب يعني هو بنقول الدنيا مثلا حقيرة، إمم، حقيرة يعني قليلة. إمم، قليلة ما القدر يعني. اه إمم. طب يعني حتى لو كان يعني شيء مباح، ممكن يبقى شيء مباح وتافه وحقير اه طبعا، إمم. اه طبعا. طيب مفهوم أو كلمة التفاهة دي برضه عشان نقرّب منها شوية، هل ليها مستند شرعي؟ يعني هل الشرع كلمة تفاهة دي وردت في الشرع؟ اه طبعا، التفاهة جت في الشرع وجت بلفظ التفاهة، يعني مش مثلا لفظ بمعنى التفاهة واحنا نقول اللفظ ده هو التفاهة، لا، جت باللفظ ده. إمم. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه قال، وسلم. الحديث ده رواه أبو هريرة وهو في سنن ابن ماجه وفي المسند، قال يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام. إمم. فلفظ التافه جه في الشرع، الرجل التافه اهم. يتكلم في أمر العام. طبعا قبل ما نخش في الحديث ده، التافه بمعنى الحقير أو القليل أو جه برضه في كلام السلف، يعني كان من كلامهم إنه كانت الأيدي لا تقطع في الشيء التافه. إمم. ده موجود، دي يعني موجود في كلام السلف، كانت الأيدي لا تقطع في الشيء التافه. في سرقة شيء اه قليل القدر وكانوا يعني. بيقولوا إمم. على شهادة العبد إنها تقبل في الشيء التافه. فده موجود، يعني إن المعنى ده موجود عند الدارج يعني عند السلف. حديث بقى الرويبضة ده حديث عجيب جدا، عاوزين يعني نقف معاه وقفة كده. آه النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام. يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الحقيقة وقفت مع الحديث ده يعني وقفة كده. هو رجل تافه، يعني ايه راجل تافه؟ يعني رجل حقير خسيس لا وزن له لا قيمة له لا يحسن شيئا. بالمناسبة الرويبضة قالوا إنها تصغير رابضة، والرابض هو القاعد عن معالي الأمور. إمم. واحد مش عارف يعمل حاجة في حياته، قاعد عنها، يعني يجي يعمل حاجة ذات قيمة ما يعرفش، ما عندوش إمكانيات إمم. ولا عنده همة لده. إمم. الوقفة بقى اللي هنا العجيبة جدا، الرويبضة رجل تافه يتحدث أو يتكلم في أمر العامة. واحد بالمقومات دي إزاي يتحدث في أمر العامة؟ يعني إحنا فين المشكلة هنا؟ المشكلة فيه في اللي بيسمعه. صح. هي الفكرة إن واحد رويبضة قام وتكلم في أمر العامة، فوجد من العامة اللي يعمل له سبسكرايب واللي يعمل له فولو واللي يعمل له شير. هو ده فعلا، هو ده أيوه صح. يعني بلغة العصر. بإسقاط دلوقتي، يعني إمم. هو واحد تافه لا قيمة له لا يحسن شيئا إمم. قاعد عن معالي الأمور. دي الألفاظ اللي جت، يعني ألفاظ التفسير الحديث. إمم. وتكلم في أمر العام. انت عارف لو كانت الموضوع وقف لغايه هنا ما كانش يبقى بين يدي الساعه سنوات خداعات. يعني واحد تافه وقف تكلم في الامر العام فولا واحد سمعه. عادي. عادي، إيه الجديد؟ ايه يعني، ما دي بتحصل من زمان يعني. إمم. أيوه. يعني عادي واحد تافه واقف بيتكلم، يعني ما ايه الجديد؟ زي ما انت قلت، لا، هو الجديد انه لما تكلم في امر العامه الناس وجد سمعته. تعالى بقى نرجع كده لاول الحديث، هتلاقي المعنى ده مضطرد، وهقول لك بقى روايه جميله جدا. إمم. اول الحديث هتلاقي المعنى ده موجود من اول حديث، ياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. اذا وجد من يصدق. احنا المشكله هنا مش في الكاذب، إمم. الاشكال في انه وجد من يصدقه. صح. ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه. إمم. في روايه قال سريج وينظر فيها للرويبضه. يعني هنا ايه ويصدق وينطق فيها الرويبضه؟ يعني ممكن يكون بينطق ومحدش معبره، لا، وينظر فيها للرويبضه. دي جت إمم. روايه كده. هنا الاشكال بقى، الاشكال ان واحد رويبضه تافه لا يحسن شيئا ما عندوش اي ملكه، ولقى اللي يعمل له زي ما اقول لك بقى سبسكرايب وفولو وشير وتخش على صفحته تلاقي ملايين الفولورز، وتخش على الاكونت بتاعه تلاقي مش عارف كام سبسكرايب، والفيديو يحقق كام مليون مشاهده في اول كام ساعه. دي سنوات خداعات. إمم. تيجي تتامل كده،
طب هو ده امكاناته ايه؟ يعني هو ده وصل للحته دي ازاي؟ قبل ما نشوف بقى يعني كمان يتكلم الامر في امر العامه، يعني هو وصل لده ازاي؟ او ايه الملكات اللي عنده؟ فما تلاقيش، يعني تلاقي مثلا يعني يعني اللي هقوله دلوقتي ده حقيقه احنا عايشينها. يعني واحد كل امكاناته وكل ملكاته انه عنده كرش بيقف يهزه مثلا قدام الكاميرا، فتلاقي ده صح ولا لا؟ أيوه. طب خش على صفحته هتلاقيه ايه؟ رقم واحد على التيك توك. واحد اللي هو ايه كابي ده، ولا بيعمل ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه، ما بيتكلمش كلمه، يعني هو بس يعمل بايديه كده وخلاص. أيوه. على تامل يعني تامل الظواهر دي، هو ده عمل ايه؟ إمم. ده ما عندوش حاجه، ده ما عندوش حاجه، ما فيش ملكه. إمم. طيب هل هذا الرويبضه او هذا التافه وقف هنا؟ لا، ما وقفش هنا، ده ابتدى يتكلم في امر العامه بقى كمان. طب ايه اللي جرأه على كده؟ الناس بتسمعه. ان الناس بتسمع، إمم. وان في اتباع. في روايه للحديث ده عجيبه جدا: ان امام الدجال سنوات الخداعات. إمم. الروايه دي عجيبه جدا، وكأن ده كله تمهيد للدجال. عشان كده في كتاب بالمناسبه، يعني طبعا احنا اول ما بنيجي بنجيب سيره التفاهه، الكتاب الاشهر في الحته دي هو نظام نظام التفاهه. التفاهم. والحقيقه انا الكتاب ده ما برشحوش للناس، يعني لو حد عاوز يقول لي اقرا ايه طب فتلاقي دايما يعني، بس هو نظام التفاهه هو كتاب اكاديمي قوي ونظري جدا، وهو اصلا مؤلفه كندي، فهو يعني هو حتى يعني ما رصدش الواقع الكندي نفسه، يعني هو ايه بيتكلم بتنظير عالي قوي. إمم. لكن في كتاب تاني حتى اسمه عجيب جدا، اسمه ايه بقى؟ رحله الدجال الناعمه. إمم. وده الواحد عربي اسمه عبد اللطيف عمر. الكتاب ده يعني كرصده لظواهر التفاهه في المجتمعات العربيه هو الاقرب لينا. يعني ليه قلت، ليه نوهت؟ عشان اسم الكتاب رحلته الدجال الناعمه. احنا عندنا روايه اصلا للحديث كده: ان امام الدجال. وكأن اللي بيحصل ده هو تمهيد لخروج الدجال. هو الدجال ايه في الاخر؟ ما هو الدجال لما يخرج هيقول لك على حاجات وهي اصلا عكسها، يعني جنته نار وناره جنه. والناس هتصدق. انت متخيل احنا وصلنا لفين؟ إمم. فهو في مقدمات هتوصلنا لده، في مقدمات يعني هيجي واحد يقول لك ان كذا ده هو احنا هنيجي بقى بعد شويه يعني ايه مظاهر التفاهه اللي عندنا. بس هتلاقي فعلا كده في ناس شايفه التفاهه ان هي حاجه قمه الرقي مثلا، او قمه التحضر، إمم. او قمه الجديه. يعني خلينا نقول كده قمه الجديه. بقى الامثله عليا عندنا، لما تيجي توزنهم بميزان الشرع يتحطوا في الحته دي. الرويبضه إمم. اللي هو ما عندوش ملكه تعرف يعني تقيمه بيها. فيبقى الاشكال فين بقى؟ عندنا احنا النهارده مش جايين نكلم الناس الرويبضه التافهه اللي بتتكلم في امر العامه، لان ده لو ما لقاش اللي يسمعه خلاص مش هيتكلم تاني. إحنا الأول كنا بنشتكي من إعلام مسيطر بصورةٍ ما، يعني كان هو مجموعة أو عدد محدود جدًا من القنوات كنا إحنا كلنا بن ب ب بنتفرّج عليها وملزمين بيها، دلوقتي إحنا اللي بنختار، يعني إحنا اللي بنروح للتفاهة برجلنا. مظبوط، طبعا. آه. يعني انت كويس انك قلت. يعني احنا طبعا احنا من الجيل اللي شاف ده، يعني إمم. في اجيال جديده يمكن ما شافتش ده. احنا ما كانش عندنا حاجه اسمها دش. إمم. يعني انا عاصرت ان كان مثلا تلفزيون قناه اولى وثانيه يمكن وثالثه، بعد كده جت الخامسه. يعني انا عاصرت الحقبه دي. وكنا دايما بقى تلاقي الشكوى شفت بيفرجونا عليه دايما في هذا الغير اللي مسيطر، اللي عاوز يشكل وعيك. يعني دايما عندنا المؤامره دي اللي هو هذا الغير اللي انا مش بنكرها ولا بثبتها، إمم. لكن يعني في غير دايما بنشير اليه من بعيد كده، ان هو اللي بيشكل وعينا، وهو اللي بيجبرنا. اللفظ بقى اللي انت قلته بيجبرنا ان احنا نتفرج على الحاجات دي. السوشيال ميديا والاعلام الموازي لو صح يعني تسميته كده، جاء ليفضحنا، فضحنا. حط في إيدك الاختيار. احنا النهارده فين الغير بقى ده اللي هو جبرك؟ احنا النهارده الاف اذا ما كانتش ملايين الحسابات على المنصات المتنوعه اللي بتتكلم في كل حاجه. عاوز اي حاجه هتعرف توصل لها. انت اللي بايدك رحت عملت سبسكرايب للصفحات الفلانيه، وعملت فولو للاشخاص الفلانيه، وانت بايدك اللي عملت كده. ففين بقى هذا الغير اللي انت كنت عمال تشتكي ما احنا ما كانش عندنا غير القنوات دي. إمم. فدايما بنوجه. طب انت دلوقتي موجه من مين؟ يعني فين؟ ما فيش بقى، خلاص ارتفع عنك سلطان الغير. فاكتشفنا
لا ده احنا اللي عاوزين احنا عاوزين تفاهه، احنا حابين التفاهه يعني. ف فروحنا احنا اخترنا. فهي دي الظاهره بقى بتاعتنا اللي هو، او يعني لفظ التفاهه جه في الشرع، جه في الشرع. طيب حديث تاني في نفس المعنى وان كان بقى بلفظ اخر، اللي هو لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع رجل سفيه لئيم، ومش بس كده، ده متأصل في السفاهه والايه واللؤم، يعني لكع ابن ابن لكع. لكع. يعني مش فجأة كده واحد لكع. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وبمعنى ايه اسعد الناس بالدنيا؟ يعني هو أحظى الناس بالدنيا، يعني هو الأشهر، هو الأغنى، هو قول بقى زي ما تقول، الدنيا مفتوحه قدامه. الدنيا مفتوحة عنده. هو اللكع ابن لكع ده ليه بقى أسعد الناس بالدنيا؟ ليه؟ علشان له قيمة في الوسط اللي هو عايش فيه. مم. وإلا لو هو يراه الناس إنه لكع ابن لكع، هيبقى أسعد الناس بالدنيا إزاي؟ صح. ما هو النهارده دلوقتي الصفحات اللي بتنشر التفاهه، احنا هنيجي نتكلم عن التفاهه يعني زي ما بقول لك كده، واحد ايه عنده مثلا كرش عمال يهزه يطلع مش عارف ايه، واحد كل اللي بيعمله مثلا على السوشيال ميديا او على منصات، انه يطلع هو ومراته يعملوا اي حاجه يعني. انا مش عاوز اتكلم يعني ايه مش عارف تشير لحد معين يعني. يعني ماشي. ده بقى دلوقتي بقى فيه، يعني انا سمعت ما اعرفش مدى يعني صدق هذا الكلام، ان بقى فيه علاقات بتنشأ بيزنس، يعني واحد بيتجوز واحده بس علشان يبقى قابل على السوشيال ميديا. والله انا اصدق اي حاجه. يعني هي دي العلاقه مبدأها كده، ان احنا هنبقى قابل على السوشيال ميديا. ف طب بيعملوا ايه؟ ولا حاجه. يعني لو جبت اي واحد من اللي عاملين سبسكرايب ده واللي بيشير تعالى بس اهدى كده، انت بتتفرج على ايه؟ احنا هنجيله في الاسباب، يعني احنا ليه رحنا للحته دي هنجيلها في الاسباب. فبرضه اللكع ابن اللكع ده ليه بقى اسعد الناس بالدنيا؟ علشان كده في لفته جميله جدا هنا شراح الحديث قالوها: لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، قالوا لحقارتها على الله. يعني لولا ان الدنيا حقيره اصلا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى جعل اسعد الناس بها لكع ابن لكع. صحيح. فده برضو معنى مهم، ان الدنيا يعني ما هياش لا تزن عند الله عز وجل شيئا. وفي حديث ثالث في برضو معنى التفاهه، لكن بالمعنى ان الله يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفسافها. فاي واحد منغمس في التفاهه هو منغمس فيما يكرهه الله عز وجل ويكره سفسافه. ف التفاهه موجوده في الشرع، حاضره بقوه في الشرع. وبرضو علشان يعني ما ننقلش، يعني ما نقول ايه التفاهه منتشره دلوقتي، وهو مش دلوقتي، هي دي سمه موجوده في الطبيعه البشريه، ان هو بيميل لده، وهنعرف يعني ليه بعد شويه. انما عندنا نص تراثي مهم نقف عليه، لان النص ده بيورينا ان التفاهه موجوده في كل عصر، يعني حتى عصور السلف كان فيها تفاهه. ابن الجوزي رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول: رأيت عموم الخلائق، يعني في وقت بقى يعني رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال الليل فبحديث لا ينفع، أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر، وإن طال النهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة، نهر دجلة، أو في الأسواق، فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر. ناس قاعدة عمالة تتكلم في سفينة والسفينة بتجري بيهم وهم مش حاسين إن هم في حاجة بتتحرك، مش حاسين إن الحاجة اللي هم فيها بتتحرك بيهم، مش حاسين. ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود، فهم في تعبئة الزاد والتأهب للرحيل، فالله الله في مواسم العمر، والبدار البدار قبل الفوت. هنا ده نص تراثي مهم جدا، لأن النص تراثي بيورينا إن التفاهة موجودة في كل عصر، مش بس موجودة، منتشرة. يعني هنا ابن الجوزي قال إيه؟ ورأيت النادرين، الأقل، هم اللي منتبهين هم اتخلقوا ليه،
طب شوف الفاظ ابن الجوزي مهم جدا، نقف نحلل الالفاظ دي. قال رايت عموم الخلائق إمم. بيفعلوا كذا وكذا وكذا، ورأيت النادرين. إمم. وده مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: عليه الصلاة الناس والسلام. كالإبل 100 لا تكاد تجد فيهم راحلة. من كل 100 تلاقي هي راحلة واحدة اللي ينفع تسافر عليها وترحل بها، إمم. الباقي اللي هم ايه جوه المدينة كده. إمم. انما هتسافر وترحل في كل 100 ناقة ناقة. إمم. الناس كده. فالتفاهة منتشرة، ده سمة موجودة وعلى مدار العصور يعني. ممكن بقى نيجي هنا نختلف في الحكم على شيء معين إذا كان ده تافه والّا لأ، يعني إيه الميزان اللي نحكم بيه؟ هل في ميزان شرعي والّا بالعُرف والّا يعني بنعرف إزاي نميّز ما بين الحاجة إذا كانت تافهة والّا مش تافهة؟ جميل. بص، هي التفاهة أولا التفاهة نسبية. يعني إيه نسبية؟ يعني ممكن شيء يبقى تافه بالنسبة لشيء، إذا إمم. ما قورن بشيء آخر يبقى تافه، إمم. وإذا قورن بشيء تالت نلاقيه هو إيه، يعني التالت ده هو اللي أتفه من يعني هي نسبية. يعني واحد أتفه من 2، بس واحد في حاجة أتفه منه اللي هي 3، فتلاقي واحد يعني كده. فهي التفاهة نسبية. ولذلك أنت ممكن نفس الشيء زي ما أنت بتقول، واحد يشوفه تافه، واحد ما يشوفوش تافه. إمم. طيب نعمل إيه؟ نعمل إيه في الموضوع ده؟ أكيد الشرع ما سابناش كده. يعني أكيد الشرع ما سابش الحتة دي فاضية. أو رمادية. إحنا بنقول النهارده التفاهة من أكبر المعوقات في طريقك إلى الله عز وجل. فالشرع مش هيسيب الحتة دي رمادية. تعال أديك مفاجأة عشان يعني نخش على طول في التفصيل. دلوقتي واحد مركز في شغله جدا وناجح في شغله، إمم. ومن اول ما الشركه تفتح ولا المصنع يفتح، ولا هو اول موظف، ولا اذا كان مدير فهو اول واحد في الشركه، اخر واحد بيمشي. النمط ده من الحياه. النمط ده بغض النظر عن اي شيء اخر بقى، النمط ده من الحياه. ده نمط الناس تشوفه تافه ولا تشوفه نمط جاد؟ جاد على الأغلب يعني. يعني انت لو سالت 1000. أي حد هيقول لك جاد. طيب تعالى كده نقرا ايه في القران عجيبه جدا. إمم. قال الله عز وجل: افامن اهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى. أقف هنا شوية. وقت الضحى ده اللي هو إمتى؟ بعد الشروق بتلت ساعة كده مثلا لغاية قبل الظهر. إمم. يعني اللي هو مثلا من 6:30 7 لغاية الساعة 1 الظهر. كله في شغله. الوقت ده وقت، ده مش كله في شغل، ده وقت الذروة. إمم. يعني اللي هو أكبر طاقة. إمم. يعني بعد كده تبتدي طاقتك تقل بقى. ربنا سبحانه وتعالى قال كلمة عجيبة: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. الكلمة دي عجيبة جدا. إمم. وهم يلعبون. انتوا بتلعبوا. طبعا السؤال اللي هيتبادر، يعني الشغل لعب، يعني ما نروحش الشغل؟ مش ده المعنى. المعنى ان الشغل اللي يبعدك عن الله لعب. انت بتلعب، انت بتهرج، إمم. انت في تفاهة. ولذلك هتلاقي الناس بتقيم. يعني دلوقتي تقييم الناس ازاي؟ يعني فلان الفلاني اللي هو مثلا يعني برضه مش عايز ادي امثله توضح يعني، بس يعني موجوده في حياتنا، اللي هو ناجح جدا في المجال العلمي بتاعه ولا العملي، لكنه ما بيركعهاش، مش حاجه عن ربنا سبحانه وتعالى. إمم. الشيخ سعود العظيم، انا دي افتكرتها دلوقتي، انا مش محضرها. كان ليه عاده كده شيخ، ان هو بيروح معرض الكتاب، يعني معرض كتاب بيروحه شبه يوميا. وكان ممكن يحضر ندوات بتعقد هناك، مش هو اللي بيديها، يعني يدخل يحضر ندوات. إمم. فالشيخ اسامه حامد كان بيحكي لنا حكايه عن الشيخ سعود العظيم مره، انه دخل حضر ندوه وكان فيها واحد صديق لكاتب واديب كبير جدا، مش هقول اسمه، يعني من اعلام مصر، إمم. ومتوفى. فصاحبه بيحكي عن ايه، قصه نجاح وكذا، وانه ازاي بقى اسم كبير، يعني اسم لامع جدا. فالشيخ سعود العظيم
خلاه خلص وبعدين بقى فقره الاسئله، فالشيخ اسامه قال له يعني هو المرحوم كان بيصلي؟ سؤال بسيط أوي. اه انت فاهم يعني اللي هو، فهو قال له والله المرحوم كان عنده عاده انه بيصلي الصبح. عادة اوكي يعني والصبح. يعني هو كان بيصلي الصبح وعاده مش عباده يعني وارثها عن المرحوم ابوه مثلا. طيب انا تعمدت ما اقولش اسم الاديب الكاتب ده يعني، بس هو لو اتقال لا ده يعني ده احنا هنشوفه في حته. إمم. فخلينا بقى في الميزان الشرعي بقى دلوقتي. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم، ده حكم ربنا لا حكمي ولا حكمك، وهم يلعبون. إمم. هم أهل القرى كانوا بيوقفوا يلعبوا في يعني يعني بيجمعوا بعض ويتنططوا؟ لا، دي إشارة إلى أن هذا الشغل، ولذلك لفظ الشغل ده هو تفسير ابن كثير للآية أصلا. إمم. قال في شغلهم وغفلتهم، وهم في الشغل ده لعب، ده تهريج. طالما هيبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى فيبقى لعب وتهريج. يبقى الكلمة دي مم. عايزة ضبطة شوية، مم. يعني طالما هيبعدك عن الله سبحانه وتعالى، طب أنا باشتغل وقت الصلاة باروح أصلّي وبارجع أكمّل شغلي، يعني ما بيبعدنيش. لو في فرصة إن أنا باذكر ربنا سبحانه وتعالى، باستغل الوقت يعني. بقدر قربك من ربنا سبحانه وتعالى بقدر بعدك عن لفظ اللعب واللهو والغفلة والتفاهة. يعني هي الحتة هي مش إيه انت يا في الطرف ده يا في الطرف ده، إمم. في درجات في النص، ولذلك الجنة درجات. احنا ده هنجيله بعد شوية، لان احنا عاوزين ننظر للمباح في شرعنا نظرة مختلفة شوية. إمم. نقولها بقى دلوقتي وخلاص. يعني فكرة ان احنا عندنا مباح في الشرع مش معناها انه يتعمل. أنا حاسبك هتقول مش معناها إنه يتعمل طول الوقت وأي وقت. ما انا دايما بصد من أيوه، مش معناها يتعمل يعني خالص. خليني اقول لك كده، انا هقول اثر دلوقتي بس مش هنتطرق له خالص، لانه ده هيجي في حلقه العاده ان شاء الله، إمم. التحرر من العاده. لما سيدنا عمر رضي الله عنه الملهم، وبعدين يرى سيدنا جابر ماشي رايح فين، إيه اللي انت ماسكه؟ لحم، اشتهيته فاشتريته. ده كده في اطار الايه؟ مباح. عادي دي حاجه بسيطه جدا، اللي هو انا اشتهيت حاجه دخلت جبتها عادي جدا. فضربه عمر بالدر وقال كلما اشتهيت اشتريت. إمم. يبقى احنا عندنا شويه خلل في فكره، المباح. في النظر للمباح عندنا خلل في الحته دي محتاج يتظبط. إمم. هنجيله ان شاء الله بقى يعني ايه، بس يعني نجيله بقى في اخر البودكاست ان شاء الله يعني في ماشي. وقته. تمام. إمم. فالحته دي يعني ايه يعني لان احنا لو دخلنا في الشغل في ان هو من المباحات، طبعا الشغل مش لازم يبقى مباح، يعني ممكن ياخد احكام اخرى. لكن لو احنا نظرنا للعمل في الحته دي، طب نتصرف معاه ازاي يعني يعني بالضبط نتعامل معاه ازاي؟ إمم. طب انت هتفضل يا ابني انت بتبعد عن ربنا كل شويه وانت عارف انك بتبعد عن ربنا كل شويه وسايب نفسك؟ يعني ما هو يعني ما هو يعني إيه بتبعد عن ربنا برضه؟ ما هو لسه أنا باشتغل، أنا لحد دلوقتي باتكلم في إن أنا في دايرة المباح. برضه كلمة تبعد عن ربنا ما دي هو المباح تخُض شوية. ما هو المباح قد يبعدك. إمم. عشان كده سيدنا عمر قال له ايه؟ او كلما اشتهيت اشتريت. وبعد هو طبعا الاثر ليه تكمله، بس انا مش عاوز ادخل فيه دلوقتي لان هو يعني ده ليه جزء كبير في حلقه العاده ان شاء الله يعني، تمام. فخليه وقتها. ماشي. انما المباح يبعد وياخدك بعيد عن وعشان كده كان كثير من السلف يعني يتحرز من كثير من المباحات اصلا. انا عارف الكلام ده ممكن يكون صادم ان هو بودكاست أيوه. والناس كلها هتسمعه. أيوه. بس هو احنا لو وزننا يعني اقوال يعني خدنا المسائل دي وحطيناها كده على اقوال السلف هنلاقي ده موجود بقوه. ارجع بقى لحته ثانيه عشان هو دي الحته اللي انا عاوزها هنا، انا مش عاوز كل الكلام ده. إمم. قلت لك ان الجنه ليه درجات، عشان كده من رحمه ربنا بينا سبحانه وتعالى ما قالش يا كده يا كده، اداك حته مساحه تبان فيها همتك وتبان فيها قدرتك على الترك، وتبان فيها ارادتك، تظهر ارادتك للخير وترك ما يبعدك عن الخير، حتى لو مش هو مش شر. إمم. طب اقول لك حاجه، الناس اللي ممكن تبقى شايفه الكلام ده صادم دلوقتي، انا اتحدى ان كلهم بيعملوا ده، يعني بيتركوا احيانا مباحات علشان خاطر يقربوا خطوه لربنا سبحانه وتعالى. بس ايه يعني هم مش واخدين بالهم اللي بيعملوا ده، يعني فاهم؟ يعني فكره مثلا ان انت مجرد ان انت تدخل تنام بدري عشان بس الحق الفجر مثلا، يعني
إمم. فلو جيت قلت لك يعني انت لو قعدت ال10 دقايق ربع ساعه دي ده حرام، لأ مش حرام. هتقول لي بس لا انا بس عشان فانت ده بنعمله، احنا بنعمله في حياتنا بشكل ايه، ممكن لا واعي، إمم. انك بتترك مباح علشان ايه، علشان بلاش. هتيجي في رمضان هتقول ايه، لا انا هشرب بس شوربه كده عشان ابقى مركز في الصلاه، واما اطلع ابقى اكل. مش في ناس كتير بتعمل ده؟ صح. طيب إمم. لو جيت قلت لك طب انا دلوقتي يعني وانا حرام اكل، هتقول لا هو مباح، الاكل مباح كل. إمم. انت عملت ايه، تركت المباح. ده موجود، ده موجود في حياتنا يعني، فمش عاوزين يعني ايه نسهب في الحته بنفصّل دي. فيه، ماشي هي كده اه الفكرة أو يعني وضحت شوية. طيب خليني بقى اديك مفاجاه، ده لسه في مفاجاه بقى يعني أنا اكبر من يلعبون. باخاف من مفاجآتك خلاص بس. طيب تعال نشوف دلوقتي الاثار الفرعونيه، لما تروح كده مش عارف معبد ايه، بغض النظر انه يعني كان يعبد فيه غير الله او مش دي مش قضيتي، انا بتكلم أيوه. كمبنى، إمم. مبنى كده حاجه يعني ايه. إمم. فتيجي تقف قدام المبنى ده كده وتنظر لايه، او تتفكر في اللي صنعوا بنوا القلعه دي ولا القصر ده ولا كذا ولا كذا. إمم. هل ممكن واحد يظن في لحظه عاوزين نجرد المساله من ان هو كان يعبد فيه او يشرك فيه بالله فيه، مش كده، قصر من القصور العتيقه يعني بتاعت زمان، ان هذا البناء ده نتخذه رمز للجديه ولا للتفاهه؟ جد؟ ده احنا ده إمم. في يعني ايه، يعني تجاره قايمه على الحته دي، يعني إمم. سياحه وبتاع، صحيح. صح كده؟ إمم. طيب احنا يعني كل اثارنا في مصر دي ولا حاجه جنب مين؟ جنب عاد، لان ربنا ذكر لفظ عن عاد عجيب جدا، قال ايه؟ قال سبحانه وتعالى الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إمم. صح كده؟ صحيح. يبقى عاد بنوا مباني ما حصلش زيها، حصلتش. صح إمم. كده؟ ربنا قال بقى عن عاد، قال أتبنون بكل ريع آية، إيه الكلمة اللي بعديها؟ تعبثون. تعبثون. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. العلماء في تفسير الآية دي كثير من المفسرين قالوا تعبثون لأنهم ما بنوها إلا للتفاخر، اللي هو أصلا حاجة دلوقتي الناس بتعملها عادي. إمم. انا لو قلت لك احنا كلنا مش بتوع القصور، لا بتوع الشقق عادي، الناس الطيبه اللي زي حالتنا، احنا بنعمل حاجات كتير كده فقط للتفاخر، لما الناس تخش تشوف الحته دي مش عارف ايه. إمم. الله عز وجل سمى ذلك عبثا. اتبنون بكل ريع آية تعبثون. الرازي في تفسير الآية دي ذكر 4 أوجه يعني قال والثاني أنهم كانوا يبنون في الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخرا، إمم. فنهوا عنه ونسبوا إلى العبث. الوجه الثالث أنهم كانوا ممن يهتدون بالنجوم في أسفارهم فاتخذوا في طريقهم أعلاما طوالا فكان ذلك عبثا لأنهم كانوا مستغنين عنها بالنجوم، يعني بنيتوا حاجة مش محتاجينها. إمم. فربنا حكم على ده إنه تفاهة. أنت واخد بالك لما بنحط، انا نفسي يعني عندي امل كده من زمان من زمان من سنين يعني، وحتى القريبين مني عارفين، انا نفسي اعمل محاضره او تبقى مجموعه محاضرات نعيد فيها عندنا حاجه كده في الهندسه اسمها انك تعاير الجهاز، تعمل له حاجه اسمها معايرة. كاليبريشن، معايره. إمم. يعني ايه تعاير الجهاز؟ اي جهاز بتوزن بيه ولا ممكن يبوظ مع الوقت، بتحتاج تعايره. يعني ايه؟ عشان ببساطه كده، ميزان مثلا، لو عندك ميزان الكتروني مثلا بيبقى في كده ايه زرار بتعمل ايه عشان تعايره؟ بتجيب حاجه انت متاكد من وزنها إمم. وتحطها. فانت عارف مثلا حته حقيقي كيلو، حطيتها لقيتها 900 جرام، تقعد تلعب في الايه، في الزرار بتاع لغايه ما تقرا كيلو. عاير ببساطه، عايرت جهازك، الجهاز زي الفل اشتغل. احنا محتاجين نعاير موازيننا عشان نزن بميزان الشرع. مثال ويصب في اللي احنا فيه دلوقتي. حضرتك نازل من بيتك لقيت واحد داخل بعربيه مثلا اي ولا اس مرسيدس موديل السنه، فتح الباب، اول ما فتح الباب ريحه البرفان اللي حطه جابت اخر الشارع، نزل بدله براند مش عارف منين، ساعه ايه بتاع. اول ما هتشوف اللقطه دي صدقا يعني أيوه. ده هيعظم في قلبك ولا
صدقا يعني ايوه كلنا امجد كلنا واي حد هياخد مكانه ماشي. معينه. في نفس اللقطه كده يعني ايه، خليها كده لقطه كاميرا كده في ايه في الخلفيه بقى ورا كده شويه، راجل هدومه مقطعه وقاعد على الرصيف وبياخد من الزباله حته لقمه عشان ياكلها. في نفس اللقطه كده، ده فين وده فين من قلبك؟ احنا هنا جهازنا خربان، مم. احنا وزننا بميزان دنيا. المثال اللي قلته ده قاله النبي عليه الصلاه والسلام: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه. ما يوزنش حاجه عند ربنا، مم. هو ميزان، شوف، لا يزن عند الله جناح بعوضه. مم. ورب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب، اللي هو التاني ده. اشعث يعني منعكش، اغبر مطرب، ذي طمرين هدومه باليه، مدفوع بالابواب يعني لو فتحت الباب شفته تقفل في وشه تاني، لو اقسم على الله لا ابر. مم. شفت اللقطه اللي انت شويه من شويه دي؟ فوزنت من غير ما تتكلم، على فكره احنا ما بنتكلمش، بس ده اللي هو ايه، لو جالي يفتح معايا كلام طبعا. مم. التاني ده لو جالي يا عم بقى مم. يعني روح شوف حالك. نظره ماديه. حتى الالفاظ اللي قلتها في الاخر دي على فكره هي موجوده في حديث. لما دخل واحد او مر واحد بالصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعودون هذا فيكم؟ مم. هذا حري ان نكح ان ينكح، وان تكلم ان يسمع له. سكت النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. شويه واحد تاني مر: كيف تعودون هذا فيكم؟ هذا حري ان نكح الا ينكح، وان تكلم الا يسمع له. قال: لهذا خير من ملء الارض من مثل هذا. ودايما بقول للناس يعني وقفوا مع الفاظ النبي عليه الصلاه والسلام، ما قالش لهذا خير من هذا، ما قالش كده. مم. ميزان الشرع بقى، ملء الارض. انت متخيل مم. يعني لو ملء الارض، يعني مفيش مقارنه. يعني ملء الارض من الراجل اللي نازل من العربيه الاس بالبدله بالساعه ملء الارض. واحد من اللي في الخلفيه ده يعني على فكره مش بقول دايما اللي نازل يعني ممكن واحد يبقى اللي نازل من الاس ده هو عند الله عز وجل افضل، يعني يبقى تقي وصالح يعني. انا بس بقول ايه، انت وزنته بايه؟ بصلاحه وتقواه وافعاله، مم. ولا مجرد اللقطه دي؟ لا، احنا موازيننا محتاجه تتعاير، لازم ترجع تعاير ميزانك. مم. ايه اللي جابنا بقى في الحته دي؟ ان ازاي نحكم على التفاهه؟ الشيء ده تافه ولا لا؟ بس احنا اتفرعنا شويه منها. لازم نرجع للشرع، فتلاقي الشرع بقى في الحته دي واضح. يعني آية يلعبون، آية تعبثون، الكلام هنا واضح، ويمكن دول الأكبر معنيين الناس مسحولة فيهم، مم. اللي هو الشغل والعقارات والشقق أكبر معنيين الناس ممكن تبقى مسحولة فيهم دلوقتي، يعني بنوع تأويل أو بنوع إن هو شايف إن ده ممكن يكون حق حتى لو هيشغلنا عن ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو هضيع الصلاة. في البودكاست اللي فات قلنا إيه آية سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. هم يتجرون يتجرون، لكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. مم. بس فحضرتك قاعد في المدرج بتاع المحاضرة، الأذان أذن والأذان التاني أذن وعادي المحاضرة ما سيبهاش. مم. أنت بتلعب، ده مش حكمي، ده حكم ربنا. وقت الضحى ده اللي هو كلنا، اللي في مدرسته في مدرسته، واللي في كليته في كليته، واللي في شركته في شركته، واللي في مصنعه في مصنعه، لو انتوا الدنيا دي واخداكوا عن ربنا فانتوا بتلعبوا. الحته دي برضو يمكن تكون صادمه شويه لاكثر الناس، لانه واحد قاعد في المحاضره بتاعته، واحد في شغل، واحد فين التفاهه هنا؟ فهي برضو حلوه الظبطه بتاعتها، ان لو العمل ده بقى سبب لبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، وان يكون له ليك، اديك احنا مثال، ممكن نحوله بقى يعني بمساله النيه. يعني لو انت ما هي دي هتيجي بقى بعد شويه، هنتكلم عن النية لما تخش في المباح، دي هنتكلم عليها بعد شويه طيب ان كويس شاء ماشي، الله. عشان بس دي ممكن اه تعمل شويه ايرور كده في بس عاوز اديك مثال. اتفضل. دلوقتي رحت الجامعه، دخلت الجامعه اول بقى يوم في الجامعه، ورايح بقى ايه الطقم الجديد ماشي. دخلت الجامعه، فواحد من الدفعات القديمه قال لك تعالى يا دفعه اعرفك بقى الجامعه، دي الكافيتيريا بتاعت الجامعه، ودي الجنينه اللي بنقعد فيها نلعب ترنيب، ودي المدرجات اللي فيها المحاضرات، ماشي كده. وانت طالب في الجامعه، انت جاي تعمل ايه؟ تعال يعني المفروض تبقى فين؟ في المدرج. المدرج، صح كده. فحضرتك دخلت الكافيتيريا، انبهرت بالكافيتيريا،
وشكل الحاجات المرصوصه ومش عارف ايه والمجموعات اللي قاعده مع بعض ماشي. ففضلت في الكافيتيريا والمحاضرات ابتدت وخلصت وانت في الكافيتيريا. مم. لو انا جيت قلت ان انت دلوقتي في المكان الغلط، او لو قلت انت دلوقتي في تفاهه، انا صح ولا غلط؟ صح مش كده؟ بالظبط. جميل جدا. مم. خد بقى كلمه كده ونعديها، يعني هنعديها لغايه ما نجيلها، ماشي كده؟ انت في الدنيا ليه؟ العباده. صح كده؟ صحيح. فلو لقيت حضرتك في مكان انت فيه مش في عباده، يبقى مم. انت في ايه؟ في لعب. بس خلصت. تمام. بعد شويه بقى ماشي، نفصلها، جايه بس بقى يعني تفصيله، بس هي اظن كده المعنى يعني واضح شويه عشان ايه بس. النهارده جايين نتكلم على التفاهه ونقول ايه اسباب التفاهه والعلاج من فلقيت التفاهه، الشغل فلقيت الشغل بقى تفاهه. طب نبطل شغل طيب ولا لا الرساله مش كده خالص يا جماعه. هنتكلم عليها بعد شويه ان شاء الله. طيب ندخل بقى في الاسباب، يعني ايه السبب اللي يعني بيخلي التفاهات منتشره بهذا الشكل؟ طيب خليني برضو يعني معلش قبل السبب، عاوزين نفرق بين لونين من الوان التفاهه. يعني في لونين من الوان التفاهه محتاجين نفرق بينهم. مم. احنا عندنا حاجه اسمها او نقدر نطلق عليها ده، يعني ان في تفاهه في التصورات وفي تفاهه في الاعمال. يعني ممكن واحد يبقى عنده التفاهه اللي عنده هي تفاهه في تصوراته، مم. مع انه يعني على ارض الواقع بيشتغل، يعني تبص عليه تقول ده راجل جاد، لكن الخلل فين؟ في التصور. مم. ماشي. يعني ايه؟ مثال ان واحد مثلا هو شايف ان اولويه حياته انه مثلا ايه يكسر الرقم القياسي في الرياضه الفلانيه، ومكرس للحته دي كل ما يملك من طاقات. مم. ماشي. وانا اعي يعني اقصد ده كل ما يملك من طاقات. فلو تعرض معاها اي حاجه تانية هي دي رقم واحد في حياتي. ماشي. حتى لو اللي تعرض ده دين، حتى لو تعرض ده اني صلاه، حتى لو اللي تعرض ده بقى مش صلاه. يعني انا معلش بقى، يعني احنا مش جايين هنا يعني ايه، ما هو يسموني الجلاد في المسجد. احنا مش جايين. هقول لك حاجه، انت يعني عشان بس الناس برضو انت عارف لما تروح لدكتور كده بالذات لو جراح ولا بتاع، لو قعد يطبطب عليك هو مش بيخدمك. ايوه. هو وظيفته انه يفتح الجرح وينظف، والا هتحصل غرغرينه. مم. هي دي وظيفته. فهو مش هيكون بيخدمك انه يطبطب عليك. ففي حتت كده ساعات احنا محتاجين معلش نفتح، يعني نفتح دي دايما بقولها ايه، محتاجين نفضح نفسنا قدامنا. يعني انا افضل امجد يقف كده قدام المرايه ويفضح نفسه، يعني انا ده. اول العلاج انك ايه؟ تشخص. صحيح. يعني انا فين مشكلتي عشان اعرف اعالج. مم. فلا انا النهارده مش بقول لك الصلاه يعني ايه الصلاه بقى، معلش يعني انت الصلاه فين وازاي؟ يعني انت في تمرينك، او انت في شركتك، او انت في مصنعك، او انت يا طالب في الجامعه او في درسك يا بتاع ثانويه عامه، او ثانويه عامه بقى اللي هي ايه الناس بتاخدها. فالاذان اذن، ما هو في واحد هيقول لك هكمل، وفي جماعه هصلي معاه، وفي واحد يقول لك هكمل وهصلي لوحدي. انا مش هتكلم على ما بيصليش. اه. وفي واحد يقول لك لا، انا هنزل اصلي في الجامع في الصف الاول. واحد يقول لك انا السنن مش هتفوتني. خلي بالك، عشان كده قلنا ايه، التفاهه مش درجه واحده. مم. التفاهه مش درجه واحده، لا ده الاولويات مختلفه تماما. وعشان كده قلت لك الجنه درجات، وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. يعني كان ممكن يبقى الصلوات النوافل دي كلها واجبه، مم. وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن ربنا ما عملش كده. ما عملش كده. وكان ممكن تبقى صلاة المسجد بالإجماع واجبة، لا، خلى فيها خلاف. مم. والخلاف ده من السعة. مم. بس ليه؟ عشان يظهر جيل يطلع منه واحد يقول وإن كان فيها خلاف أنا عاوز الدرجة الأعلى. طب المحاضرة، أنا نازل هصلي في اللي بحكيه لك ده، هو في ناس بتعمله بالمناسبة يعني عادي جدا في ناس ايوه. مم. بتنزل من المحاضرة مم. وتصلي في المسجد. وفي دكاتره بتعمل، يعني احنا كنا في هندسه عين شمس، في دكاتره بتوقف المحاضره وهو نفسه يروح يصلي، مم. وقف المحاضره خالص.
وإن صلى في المسجد. إحنا بنتكلم على الحالات دي كأن دي حالات استثنائية، والمفروض إن ده الأصل، يعني وقت أنا هاقول الصلاة لك إحنا حاجة بنروح عجيبة نصلي. جدًا حصلت لي. أنا كنت بادرس ماجستير في دار علوم، أنا مخلّص دار علوم، فكنت باخد ماجستير في دار علوم، كويس. واتأخرت أول أسبوع أو عشان كنت في عُمرة، أنا مش فاكر أوي يعني، بس كنت في حاجة، يا في عُمرة يا يعني مش فاكر بالضبط التفاصيل، بس المهم فاتني أسبوع أو مدة ما حضرتش المحاضرات. فطبعًا كان اللي سابقني عارف الدكاترة أنا مش عارفهم. خلّي بالك بقى، إحنا دلوقتي بندرس دراسات عُليا شريعة. إمم. أنت فاهم إحنا فين؟ بندرس دراسات عُليا شريعة. فجيت سألت واحد صديقي، كان في محاضرة منهم هتبقى المغرب هيأذن في المحاضرة. فأنا رُحت سألت صديقي ده باقول له: "هو الدكتور ده أنتم بتخرجوا على طول للصلاة والّا بتحتاجوا تستأذنوه؟" لإن أنا فيّا عادة من أيام هندسة إني ما باحبش أحرج الدكتور. لو أنا هاخرج أصلّي باروح له قبل المحاضرة، أقول له: "بعد إذنك بس إيه وقت الأذان هاخرج أصلّي." فوقت بقى الأذان ما باعملش إيه، قلق في المدرج، بهدوء. باروح واخد بعضي وماشي، خلاص أنا مستأذن الدكتور. إمم. فكنت هاعمل كده مع إيه، ففوجئت برَد صديقي ده بيقول لي: "لأ إحنا ما بنخرجش نصلّي في المسجد. الدكتور ده أصل جامد جدًا فأنا إحنا ماجستير، يعني دراسات عُليا شريعة. دار علوم. يعني آه. ف ف أنا ما يعني أنا أصلًا مش جاي باسألك أنتم بتصلّوا في مسجد والّا ما بتصلّوش في مسجد، أنا عاوز أعرف هتمشي إزاي بس أيوه. فأنا طبعًا هو إيه اللي ما تصلّيش في المسجد؟ أنا هاصلّي في يعني ده أنا في هندسة كنت باصلّي فآجي دار علوم ما اصلّيش في المسجد. أنا مش باشكر في نفسي يعني مش باقول ده، يعني أنا باقول لك توضيح الفكرة يعني. توضيح فكرة يعني، فاهم؟ إمم. يعني أنا يعني بس هو ده حاصل، يعني ده موجود. إمم. وعلى فكرة أنا رُحت للدكتور، قُلت له: "يا دكتور بعد إذنك وقت صلاة المغرب." قال لي: "آه طبعًا." هو الدكتور لإنه فعلًا هيبة، هو دكتور هيبة وتقيل جدًا في مادته وتقيل جدًا حتى في إمم. يعني هو ليه ثقله، فهو فعلًا مُهاب، يعني كاريزما كده. فالناس كانت قلقانة مثلًا، ما أعرفش يعني إيه اللي حصل، بس الدكتور أول ما قُلت يعني ما قُلت له: "وقت المغرب." قال لي: "آه طبعًا، روح صلّي في المسجد." إمم. فده موجود يعني. في شكلين للتفاهة، تفاهة في التصوُّر زي اللي صاحبنا عاش ومات إمم. لهدف هو إيه، إنه ياخد نوبل في أي حاجة. ده هدفه اللي عايش عشانه. إمم. في سبيل الهدف ده هو ضيّع دينه، أو ضيّع درجة عالية كان ممكن يوصل لها في الدين، أو ضيّع ماشي، ده خلله فين؟ في التصوُّر، إمم. مش في العمل، مش على الأرض. أنت ده لو جيت تشوفه ليل ونهار هو بيذاكر، ما وراهوش أي حاجة غير إنه فاتح كُتب وقاعد بيذاكر وبيحضّر وبتاع لكن عنده خلل فين؟ في التصوُّر. إمم. وفي خلل بقى في العمل، يعني ممكن يبقى في التفاهة في العمل، مش في التصوُّر. يعني إيه؟ يعني واحد تصوُّراته كلّها مضبوطة، لأ إحنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وربنا رقم 1 طَب أنت بتعمل إيه؟ ولا حاجة. إمم. ودي شريحة كبيرة موجودة، ويمكن اللي بيسمع البودكاست دلوقتي هو معظمه من الشريحة دي، اللي هو أنا عارف كل يعني لو جينا نتكلم في تصوُّرات، التصوُّرات كلّها عندي، لكن أنا باعمل إيه؟ ولا حاجة. إمم. ده ليه بقى؟ ده ليه؟ علشان إحنا مدار سعادة الإنسان على حاجتين، إنه يعرف الحق، وإنه يتبع الحق، ودي غير دي. عشان كده كان من دعاء بعض السلف إيه؟ اللهم أرنا الحق حقًا وامشي. وارزقنا اتباعه. دي غير دي. إمم. أنت ممكن تشوف الحق وتبقى عارف إنه الحق وما تروحلوش، إمم. وده رعب. ولذلك اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه. إمم. وعشان كده كان في حاجة اسمها هداية إرشاد وهداية توفيق. اتكلمنا على معنى مشابه في في حلقة الغفلة، إن الواحد يفوق يعرف أصلًا إنه يعني يحصل عنده حالة من اليقظة، وبعد كده هيتحرك. يعني بُص، هي اليقظة من الغفلة دي إنه يبتدي إيه، يشعر كده إنه إيه، أنا فايتني كتير، إمم. ده أنا في الجناية، ده أنا النِّعَم اللي إحنا الحاجات اللي اتكلمنا عليها. أيوه. إنما فكرة إنك ترى الحق حقًا وبعد كده ما تعملوش، هي دي خطيرة، خطيرة. بجد؟ لإني يعني قبل ما أقول الكلمة دي كان ممكن كل الناس فاكرة إيه، ما أنا أول ما أعرف الصح هاعمله. لا يا ريتها تبقى بالسهولة دي. إمم. ربنا سبحانه وتعالى أثبت لفرعون إنه عارف الحق. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوا، يعني جحدوا ظلمًا وعلوا. إمم. فرعون استيقن الأمور دي لكن جحد، ما عملش بمقتضى علمه. إمم.
وموسى قال له ايه؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. لقد علمت، انت عارف ان ربنا اللي منزل الحاجات دي يا فرعون. مم. لا دي مهمه جدا جدا، ودي بقى توريك اهميه احتياجك لربنا سبحانه وتعالى في طريقك. لان زي ما بقول لك كده، في هدايه ارشاد وهدايه توفيق. هدايه ارشاد اللي هي ايه؟ اللي هو انت دلوقتي جيت تسالني، بقول لك انا عاوز اسافر القاهره، امشي من الطريق ده ولا الطريق ده؟ فقلت لك لا، امشي في الطريق اللي هناك ده. جزاك الله خيرا والله، ورحت واخد بعضك ماشي في الطريق التاني. مش بتاعتي، ما اعرفش اعمل ايه، مش بتاعتي. مم. انا اللي اقدر اعمله معاك ايه؟ اني ارشدك. هقول لك امشي في الطريق ده، انت رحت ماشي في الطريق ده، ما اعرفش اعمل لك حاجه. مم. كذلك في طريق الاخره، ما فيش مخلوق يعرف يعمل لك حاجه، حتى النبي عليه الصلاه والسلام، عليه حتى الصلاة النبي عليه والسلام. الصلاه والسلام مش بتاعته. ربنا سبحانه وتعالى في القران نفى عن النبي الهدايه عليه الصلاه والسلام، واثبت للنبي الهدايه عليه الصلاه والسلام. مم. قال له انك لا تهدي من احببت، لا تهدي. مم. وفي آية تانية قال له ايه؟ وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. طب هو بيهدي ولا ما بيهديش؟ هو بيهدي وما بيهديش صلى الله عليه وسلم. الإرشاد هو بيهدي هدايه ارشاد، مم. يعني الطريق اهو وتفاصيله اهي، مم. هتمشي فيه ولا مش هتمشي مش بتاعت حد غير ربنا، مش بتاعت حد. يبقى احنا عاوزين قوتين، قوه علميه وقوه عمليه. علشان نخرج من التفاهه لازم من القوتين دول، قوه علميه وقوه عمليه. هديك مثال ونصدم بقى في المثال ده. كتير من الناس يقول لك ايه، احنا موجودين لعماره الارض، مم. ويبقى في دماغه معنى عماره الارض اللي هو ايه، نبني فنادق ومولات يعني إعمار. مم. الحاجات دي يعني، فاهم يعني. يعني احنا موجودين عشان نبقى مقاولين يعني. يعني لا، ده تفاهه في التصور. ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد علشان يعمروا الارض بالصوره الذهنيه اللي عندك دي، انك تبني فنادق ومولات ومناطق ترفيه وملاهي خلي بالك، انا مش بقول حرام وحلال دلوقتي، انا بقول لك تصورك ان ربنا خالق الناس علشان يعملوا ده، لا انت عندك تفاهه في التصور دلوقتي، مم. مش في العمل. ممكن اللي بيقول لك ده كده يبقى عنده اكبر شركه اعمار في الشرق الاوسط، فالناس كلها شايفاه على ارض الواقع ما بينامش غير ساعتين. هو اشكاله فين؟ تفاهته فين؟ في التصور. مم. فاحنا محتاجين نظبط الاثنين، نظبط القوه العلميه والقوه العمليه. نرجع بقى لسؤال اه سألناه وحضرتك خرجت منه لنقطة مختلفة. مم. أسباب انتشار التفاهة. بص، اسباب انتشار التفاهه يعني ليها شقين. شق ان احنا يراد بنا هذا، يعني في الغير بقى، فاكر لما قلنا أيوه. ايه؟ يعني هنرجع لهم تاني. سلطان الغير ارتفع، بس هو الحقيقه لا، هو في غير، مم. هو في غير وفي احنا. يعني عشان برضو ايه، مش كل حاجه شماعه الغير، لا هو في احنا. مم. فمن اسباب انتشار التفاهه اول سبب الشيطان. وخلي بالك بقى، احنا فكره ان احنا نرجع كل حاجه للمعركه القديمه دي الازليه دي، اللي هو ايه، في معركه بين، طبعا الازليه مش بمعنى الازل، يعني اقصد اللي من زمان. مم. هو القصه ان في معركه دايره من زمان قوي، مم. والشيطان بينها وتحدى. ففي معركه بين الشيطان وبين بني ادم. في المعركه دي الشيطان قال كلمه عجيبه جدا في القران، قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. يعني لاحتنكن ذريته، من معاني لاحتنكن ذريته قول مجاهد اظن، قال لاحتوينهم، هحوطهم. مم. طب هو الشيطان هيحوطك بايه؟ مش لازم بالمعاصي ولا بالكبائر ولا بالشرك، مش لازم. كل واحد ليه مدخل. يعني غير مداخل الشيطان اللي هي توقعك في المعاصي. فاكر احنا اتكلمنا في البودكاست اللي فات اللي هي فكره ان ممكن الشيطان يسحلك في المباحات. مم. يعني الشيطان قدر يوقعك في الشرك ماشي، ما قدرش بدعه، ما قدرش كبيره، ما قدرش صغيره، ما قدرش يشغلك بالمفضول بالمباح، يشغلك بالمباح، مم. يفضل شغلك بالمباحات كده. تلاقي نفسك عمرك عمال يمر وانت تقول ما بتعملش حاجه حرام، بس ما بتعملش حاجه حلال.
تعملش حاجه، اقصد ما تعملش ما تعملش حاجه حاجة يعني تاخذ تثاب عليها عليها. تثاب عليها. إمم. عمال تضيع كده عمرك في سبهلله. إمم. لاحتنكن من المعاني لاحتنكن انها جايه من الحنك، قالوا زي ما تركب كده فرس وتحط اللجام ويبقى سايقك، لاحتنكن ذريتها، انا اللي هسوقه. بس المعنى الاول بقى اللي عاوزينه ايه؟ ان هيحتوينا، هيحاوطنا بايه؟ من مداخله انه يشغلك بالتفاهه، إمم. من مداخله انه يشغلك بالتفاهه اللي انت فيها. تبقى تلاقي نفسك او البنت مثلا سبسكرايب مثلا ل 10 20 صفحه اكسسوارز مثلا، ولا ميك اب، ولا مش عارف ايه للبنات مثلا. الرجاله مسحولين ورا الكوره. انا دلوقتي على فكره انا مش جاي اتكلم في حلال يعني مش جاي اقول لك الكوره حلال ولا حرام والفرجه على الكوره، مش بتكلم في كده. انا بتكلم في انك يا راجل يا متدين يا اللي ما عندكش تفاهه في التصور. يعني عارف انت اتخلقت ليه، ما عندكش تفاهه في التصور خالص، وعارف انت موجود هنا في الدنيا دي ليه، إمم. وعارف ان عمرك قصير، وعارف كل ده. لكن تعال نشوف الواقع العملي. انت حافظ اسماء اللعيبه بالدول بتاعتهم، سابوا النادي ده امتى وراحوا للنادي ده امتى، بتمنهم واللي ماتوا واللي صحي واللي حافظ ده كله. طب ده هيفيدك في ايه؟ ده هيفيدك في ايه؟ ف لا احتنكن. انت يعني لفظ انت متساق، انت متساق. إمم. وفي الاخر للاسف بقى هو بيبقى حاطط نفسه في خانه بس يعني لما نيجي يعني نقيسه بقى على ميزان الشرع بقى، اللي احنا بنقول احنا مشكلتنا فين؟ موازيننا خلاص خربانه، اتفقنا معترفين احنا موازيننا خربانه. نرجع بقى لميزان الشرع. ربنا سبحانه وتعالى يرضى منك هذا؟ انك مضيع جزء كبير من حياتك في ده؟ ما يعني الاجابه عندك مش عندك، أكيد يعني لأ. عند كل واحد يعني. إمم. يبقى اول سبب الشيطان، وان في معركه دايره، واستحضار المعركه دي مهم جدا جدا علشان تاخذ السلاح وعشان تاخذ الأهبة. انت عارف وقت المعركه تلاقي دايما الايه، الناس في يقظه كده، واول ما المعركه بقت خلاص كله نام بينام. بقى خلاص. المعركه ما خلصتش. هو للاسف احنا معركتنا ما خلصتش ومش هتخلص لغايه ما يخرج اخر نفس ليك. إمم. الشيطان وراك. فلازم تبقى واخد بالك من الحته دي، ان في معركه دايره. الشيطان يبقى اول سبب الشيطان، وانتشار التفاهه ده جند الشيطان. إمم. من اسباب انتشار التفاهه سلطتين مهمين جدا في العالم اللي بنحياه دلوقتي: سلطه المال، وسلطه الاماره او الرئاسه او يعني السلطه بقى، السلطه يعني السياسيه. السلطه الماليه الرأسماليه هي اصلا في الاخر، في الاول وفي الاخر عاوزه ايه؟ فلوس. إمم. وتفاهه يعني ايه؟ يعني حضرتك بتسحل نفسك عشان تجري ورا حاجات هي في الاصل ما تساويش، لكن احنا هنخليها تساوي. إمم. ادخل بقى في تفاصيل حياتنا كده هتلاقي ده موجود وحاضر وبقوه. بالذات بقى في تفاصيل عند النساء كده، يعني فاهم؟ يعني تلاقي لا اصل ده لازم يتجاب عشان يمشي مع مش عارف ايه، لا وبعدين طب يا بنتي ما انت عندك الاحمر، لا ده مش احمر. يعني حاجات تفاصيل كده. يعني لو رجعت خطوه لورا كده وبصيت للمشهد من بعيد، يعني لا في هنا في مشكله. طب ده بيخدم مين في الاخر؟ اصحاب رأسمالية. المال. اصحاب إمم. المال. إمم. ولذلك بقى في حته انت عارف الاشخاص التافهه دي، اللي هو التافه يتكلموا في امر العامه اللي قلنا من شويه. الاشخاص التافهه دي اللي هي اللي لها انتشار على السوشيال ميديا، بيسموهم ايه؟ influencers. إمم. عارف يعني ايه بالعربي؟ مؤثرون. مؤثر. إمم. طب هو ده مؤثر بايه؟ يعني ليه بقى اسمه مؤثر؟ بحاجه واحده، هو عندهم كي بي اي واحد، مقياس واحد بيقيسوا بيه. عدد الfollowers إمم. انت عندك كام فولور؟ إمم. على قدر عدد الفولورز اللي عندك فانت مؤثر. عارف الخطوره هنا فين بقى؟ فين؟ ان المعيار ده لما ينتقل للمتدينين، أيوه. ده معيار خطير جدا جدا ولازم بقى ده يعاير. انا بقول لك بقى انك تعاير موازينك، ده ده من الحاجات الخطيره جدا. لو انتقلت للمتدينين بتعمل اشكالات كبيره جدا جدا. إمم. يعني الكثره في القران، يعني مفهوم الكثره في القران
جاء ممدوحا ولا مذموما ولا ايه في القرآن؟ لو نتتبع القرآن تلاقي الكثرة. لا، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني فكرة الكثرة دي ما هياش الحاجة اللي ايه اللي نازن بيها شيء أصلا. مم. هديك مثال تاني، حديث للنبي عليه الصلاة والسلام وحديث عجيب عليه جدا. الصلاة والسلام. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. خلاص كده، مم. بإسقاط عصري، إن نبي عاش ومات واللي عمل له فولو على صفحته على الفيسبوك 2 بس. يعني انت دخلت كده صفحته فلقيت الفولورز بتاعه 2. مم. اول ما تشوف المنظر ده بعينيك هتقول ايه؟ بمعايير الدنيا هيسقط من عينك انت ايا اصلا كان. ولا ولا تعرفه اصلا. ولا مش كده. مم. ده في بقى واحد ما تعملوش فولو واحده، يعني تخش على صفحته 0. مم. في مقياس الشرع، هل النبي الذي ياتي يوم القيامه وليس معه احد ده في خلل في دعوته؟ لا. مستحيل. مستحيل. هو فعل الذي عليه. فكون بقى ان احنا كمتدينين نبتدي نقيس يعني نقيس داعية أو نقيس طالب علم أو نقيس عالم بعدد الأتباع، ده اختراق مباشر من الرأسمالية. مم. احنا خلاص احنا بقينا ايه؟ انا ملتحي وانا منتقبة، لكن انا بفكر بدماغ علمانية بدماغ رأسمالية. ففلان اللي عنده 100,000 ده قدره هم 100,000، واللي عنده 2 مليون ده هو الموضوع مش كده. لا كده، لا في قرآن ولا في سنة. مم. فده ناحية المال. أصحاب المال، سلطة المال عاوزانا نفضل في التفاهة، لأن التفاهة يعني مزيد من المبيعات. وكذلك السلطة الأخرى، آية واحدة في القرآن هنقولها ونمر عليها خالص بسرعة. يعني قال الله تعالى عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. في بعض التفاسير أي حملهم على الجهل. ليه؟ ليطيعوا. مم. مم. هكذا فسرها بعض المفسرين. فاستخف قومه فأطاعوه، يعني حملهم على الجهل ليطيعوا. كان عندنا في حقبة تاريخية الاستعمار أو المحتل. معانا نص هنا مهم جدا لقس كان اسمه صامويل زويمر، وده كان رئيس المنصرين في الشرق الأوسط إبان الاحتلال البريطاني. مم. اتعمل مؤتمر سنة 1935 كان اسمه المؤتمر القدس، مؤتمر القدس. والمنصرين أو المبشرين وقتها في المؤتمر ده ابتدوا يعلنوا عن خيبة أملهم وجايين عشان إيه؟ يحولوا المسلمين لإيه؟ للنصرانية. فأعربوا عن خيبة أملهم في إن هم ما عرفوش يعملوا ده. فراح قايم هذا القس في المؤتمر وقال كلام كبير جدا، ابتدى يشكرهم على مجهودهم وإن هم عملوا اللي عليهم، وإن النتيجة دي هي النتيجة اللي إحنا عاوزينها أصلا. اللي هي إيه بقى النتيجة دي؟ تعال نسمع كلامه. قال إيه؟ إن مهمة التبشير، أنا هختصر كلامه يعني. إن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، أو ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي فلا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. في كلام طويل في الآخر بيقول إيه بقى؟ بيقول ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمار، لا يهتم للعظائم. شوف بقى هنلاقي بقى اللي هو قاله ده هو ده يعني في التفاهة. لا يهتم للعظائم ويحب الراحة والكسل، ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات، فإذا تعلم فللشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء. الراجل ده خلص اللي احنا عايزين نقوله كله. إحنا قدام معركة كبيرة رأسها الشيطان، وكل ما من دون الشيطان ممن ذكرنا جند الشيطان. يعني لو هنتخيل كده، هو في رأس قاعد اهو اسمه الشيطان بيدير المعركة
من الناحيه التانية، حلو. وتحتيه رأسماليين، وتحتيه سلطه، وتحتيه محتل، وتحتيه مبشرين، وعمال يدير المعركه دي. مم. فلازم نشوف الصوره كده يعني عشان لما اجي اقول لك يا ابني سيب شويه مباح، ما تقولش الشيخ ده متشدد. انت مش هتتقدم غير بكده. بلاش يعني، هديك مثال عشان دايما ايه يعني نفك الصوره دي ونفك التوتر اللي عند الناس دلوقتي. الجانك فودز ولا الحاجات اللي الوجبات هو السريعة. الوجبات السريعه دي مم. اللي بتتجاب دي حرام؟ لا طبعا. جميل جدا. فحضرتك مدمن جانك فودز، مدمن وجبات سريعه، وبعدين قلت ايه بقى، انا عاوز اروح الجيم. فرحت الجيم، فراح جاي المدرب بتاعك مسكك، اول حاجه مفيش اكل مش عارف ايه، ماشي كده. مم. دلوقتي احنا ما بنقولش حرام، مش كده، احنا ما بنقولش دي حرام، بس انت عاوز ايه؟ انت عاوز فورمه، مش هتاكل دي. مم. واضحه دي؟ واضح. حد ممكن يعترض على المثال ده؟ لا. مستحيل. انا بقول لك انت عاوز فردوس اعلى، هتسيب للفردوس الاعلى، هتسيب حاجات. مش معنى انك سبتها انا بقول لك دي حرام، مم. بس هو الفردوس الاعلى مش هيجي غير انك تسيب حاجات المساحة اللي احنا اتكلمنا عليها. بس. مم. ولا انت عاوز تبقى في السبنسه، انت يعني الحته دي بتاعتك، يعني انت ده اختيارك. مم. انما انت يعني زي ما قالوا ايه، لولا المشقه ساد الناس كلهم، الجود يفقر والاقدام قتال. بس يعني لولا ان في مشقه كان زمان كل الناس دخلت الجنه. ما هو يعني انما هو في الاخر الجود يفقر والاقدام قتال، مم. فعشان كده مش كل الناس سادت. بس انما يعني لو جيت قلت لك دلوقتي انت عاوز ايه، تبقى رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، تقول لي اه. اقول لك طيب النبي عليه الصلاه والسلام كان بيربط على بطنه حجرين من الجوع. مم. انا بقول لك الاكل حرام؟ انا ما بقولكش كده. هقول لك النبي عليه الصلاه والسلام كان حجرته ليس فيها ما يرد النظر. يعني يدخل عليه عمر بن الخطاب يلاقي نايم على حصيره اثرت في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقعد يبص كده في الحجره. بالمناسبه حجره يعني كانت بيوته ايه، حجرات يعني. طب هو النبي عليه الصلاه والسلام ترك ذلك. مم. انا ما بقولكش اترك، خلي بالك، انا مش بقول لك اترك، بس بقول لك شوف الصوره كامله. زي ما صاحبنا ده اللي كان في مجموعه وكانوا عادي جدا ينزلوا النهارده بياكلوا في المطعم الفلاني، وبكره في المطعم، النهارده قطع كل ده وممكن يقطع صحبته. ليه؟ انا عاوز ابقى فورمه في خلال 3 شهور. مم. ما حدش هيقدر يجي يقول له انت هو الاكل حرام. ما حدش قال الاكل حرام، بس انا ليا هدف، ليا هدف بس. فدي المعركه دايره وكبيره، وكبيره عليك وكبيره عليا، كبيره علينا. طيب هو في مخططات، في شيطان، في قوة بتحاول تضغط على دافع التفاهة، قوة المال يعني. ممكن أحيانا في بعض الأوقات قوة السلطة. كل ده حلو، بس إحنا بقى يعني ده الجانب الآخر للقصة يعني. إحنا ليه بنحب التفاهة؟ هو باختصار احنا ليه بنحب التفاهه؟ لاني اولا احنا التفاهه دي بالنسبه لنا منطقه الراحه، منطقه الدعه، منطقه الكسل سهلة. السهله. هو الحاجه السهله يعني، فاهم يعني. فهو تلاقي دايما التفاهه في الحته دي، مم. او غالبا مش دايما، غالبا التفاهه في الحته دي. ماشي، خلينا اعدل الجمله، التفاهه العمليه مش كنت التصوريه. لسه بقى أقول لك أنهي اه تفاهة بقى يعني، اه إيه نوع التفاهه التفاهة اللي العمليه هنتكلم عليه في اللي الجزئية هو احنا دي؟ بنتكلم في الناس. احنا اتفقنا البودكاست ده لناس متدينه وبنفهمها الدين بمنظور مختلف، صح؟ صح. فالناس دي التصورات عندها مظبوطه. يعني مش هاجي اكلم واحد اقول له يا ابني انت دخلت عشان تعبد ربنا، يقول لي لا انا ما دخلتش عشان ما فيش حد كده. مم. مشكلتنا فين؟ القوه العمليه مش القوه العلميه. القوه العمليه عندنا فيها خلل. مم. اللي يقعد نايم على السرير بيسكرول بالساعات في الريلز والشورتس والمش عارف، لو جيت وقفته فجاه قلت له يا ابني هو انت في ربنا وفي اخره، هيقول لك اه طبعا في ربنا وفي اخره. مم. فالقوه العلميه عنده، طب القوه العمليه. عشان كده انا وقفت قلت لك فكره ان ارنا الحق حقا وارزقنا دي فكره خطيره، ما ينفعش تعدي كده. هديك مثال يعني ايه خطيره. كم مره ممكن الواحد يبقى عاوز يقرا قران والمصحف قدامه او الاب في التليفون، وما عندوش موانع، يعني ما فيش حاجه شغلاه ولا اي حاجه، وايده ما تتمدش. خلي بالك، ما بقولكش مش عاوز يقرا، عاوز يقرا، مم. عاوز يقرا، مم. وايده ما تتمدش تفتح المصحف.
بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. بتحصل وكتير. إمم. دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، أنت لو قعدت تفكر فيها هو إيه اللي منعك؟ المصحف أهو أو الآب أهو في الموبايل وأنت عاوز تقرا. فإحنا التفاهة دي منطقة الإيه؟ الراحة. الراحة بتاعتنا، إمم. فعشان كده بنحبها. يعني تعالى النهارده أقول لك أنت عارف يعني العقل زيه زي العضلات كده. يعني تعالى واحد إيه بقى له سنين هو معظم يومه مقضيه على بيسكرول على الفيسبوك او على اليوتيوب او على التيك توك او على الانستجرام او كده، إمم. وفجاه اقول له ايه تعالى بقى يلا نحفظ قران، هنحفظ وجه في اليوم. عارف ده معناها ايه بالنسبه له؟ كاني بالظبط واحد ما يعرفش باب الجيم، مع عمره ما دخل جيم، ورحت جايب له ايه وزن تقيل، قول له يلا ايه ارفعه يالّا. مره واحده بالظبط. إمم. بيحصل له ايه؟ مستحيل يعمل ده. إمم. فهو التفاهه ليه بنحبها؟ عشان منطقه راحه، منطقه الكسل، منطقه الدعه بتاعتنا، فبنحبها. إمم. تاني حاجة إن هي بتزين لنا من أتباع الشيطان دول بقى، فكرة تزيين الإيه الحاجة دي، فبتخليك تحبها. ده معناه إن يعني نمنع وسائل الترفيه بقى، يعني ما هو الترفيه برضه موجود في الشرع، من حقي إن أنا أروّح عن نفسي. إيه الضابط بقى اللي يعرّفني ده ترفيه والّا ده تفاهة والّا يعني، ويمكن كمان التفاهة إحنا اتكلمنا عليها بمفهوم أشمل من كده أو أوسع من كده، ده أنا حتى في الشغل، حتى في الحاجات المهمة، هي هتعتبر تفاهة لو بعدتني عن ربنا، فأنا عايز بقى الخط الفاصل يعني. جميل جدًا. أنا عاوز أقول لك إن السؤال ده هو الحلقة، يعني يا ريت. يعني أنا أقصد أقول ده أهم سؤال في الحلقة، لإن إحنا بنكلم ناس زي ما باقول لك هي ده إشكالهم أصلًا. يعني هو إمم. أنا إمتى أبقى اسمي تافه، وإمتى أبقى اسمي باروّح عن نفسي؟ إمم. يعني فين الخط الفاصل بينهم؟ فخلّيني أقول إحنا عندنا دلوقتي مصطلحين أهم، مصطلح اسمه تفاهة، ومصطلح اسمه إنك بتروّح عن قلبك أو عن نفسك. إمم. في فوارق مهمة جدًا، جدًا لازم نعرفها، ودي اللي هتنوّر لنا الدنيا. أول فارق أساسي بين التفاهة وبين الترويح عن النفس الغاية. الأول مصطلح الترويح عن النفس ده والّا الترويح عن القلب ده، هو ده موجود في الشرع؟ يعني سمعناه في الشرع؟ موجود في الشرع. إمم. روّحوا عن القلوب حتى تعيا الذكر. روّحوا عن أهو ده مصطلح في الشرع، إمم. ده أثر مروي عن علي، ماشي؟ أثر تاني أو رواية أخرى، فإنها إذا روّحوا عن القلوب فإنها إذا أُكرهت عميت. إمم. موجود فكرة الترويح عن القلب، الترويح عن النفس موجود. روّحوا عن القلوب واطلبوا لها طرف الحكم. دي كلها آثار موجودة في شرعنا. إمم. طيب هل موجود ليها واقع عملي؟ يعني دي آثار نظرية أهو، ليها واقع عملي؟ ليها، وليها في عهد الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. عليه ناخد الصلاة والسلام. مثال واحد، عائشة رضي الله عنها. إمم. النبي عليه الصلاة والسلام الأحباش واقفين بيلعبوا بالحراب بتاعتهم فقال لها إيه تشتهين تنظرين؟ شوف مش يعني في رواية هو اللي ابتدى تحبي تتفرجي؟ فقالت نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف وهي وقفت وراه ووضع خده على خدها صلى الله عليه وسلم وهي تنظر من خلفه. إمم. وفضل واقف، تقول عائشة حتى أكون أنا حتى فضل واقف لعائشة رضي الله عنها حتى انصرفت هي. يعني مش مثلا إيه 5 دقايق ويلا بينا نمشي بقى إحنا اتفرجنا كتير، فضل واقف صلى الله عليه وسلم عشان عائشة تنظر لغاية ما تشبع من رؤية الأحباش وهم يلعبون بالحراب. إمم. فده موجود، تطبيق عملي أهو ونظري موجود. إيه الفرق؟ أول فرق الغاية. يعني إيه الغاية؟ يعني أنت لما رُحت تعمل الحاجة دي عملتها ليه؟ الغاية بتاعة الراجل الجَد مش التافه، اللي فاهم هو اتخلق ليه، غايته من الترويح عن النفس أو الترويح عن القلب إنه يستمد قوة لمزيد من العبادة بس. إمم. الغاية دي تيجي منين بقى أصلًا؟ تيجي من أنت أصلًا عارف غايتك إيه في الدنيا دي اللي إحنا عايشينها؟ وده المعنى اللي قُلت لك أنا هاجي له بعد شوية. ربنا قال بُص يعني هو إحنا دلوقتي ديننا في تدخل الحمام بأنهي رجل وتخرج بأنهي رجل، وتقول إيه وأنت داخل وتقول إيه وأنت خارج، وأنت بقى خارج من البيت التفاصيل الصغيرة دي ربنا سبحانه وتعالى يذكرها وما يذكرش أنت ليه موجود في الدنيا أصلًا؟ مستحيل.
دي مساله كبيره في ديننا. إمم. انا عاوز اقول لك يعني دي مساله من 3 مسائل اللي اصلا حيرت الفلاسفه، يعني اللي هو احنا هنا ليه؟ مسألة وجودية. يعني احنا هنا ليه؟ بنعمل ايه؟ إمم. فلا ربنا قال في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انت عارف في اللغة بيقول لك اسلوب النفي والاستثناء من اقوى اساليب الحصر. وما خلقت الجن والإنس إلا، انت مش هنا غير عشان تعبد إمم. بس، انت هنا عشان تعبد ربنا سبحانه وتعالى. إمم. فالغاية دي لو قدامك واضحة قدام عينيك هتغنينا بقى عن كل الكلام اللي جاي اصلا. فانت غايتك ايه من الترويح عن النفس، من الترويح عن القلب؟ انه يعي الذكر، اني لما ارجع للعباده ارجع بنشاط. ان الله لا يمل حتى تملوا. فالقلب بيمل والنفس بتمل، فمحتاجه ترويح. يبقى اول حاجه الغايه. يبقى انا عاوز اقيم نفسي دلوقتي، هو انا لما قعدت وفتحت التطبيق الفلاني، او نزلت الشارع وقفت شويه تحت، او رحت النادي، او اي حاجه من اللي الناس بتعملها، فعاوز اقيم نفسي، هو انا كنت تافه ولا انا جد وبروح عن نفسي؟ اول سؤال كاشف. انا زي ما بقول لك ايه، احنا عاوزين بنفضح فاضح بقى ليك، كل واحد قدام نفسه. انا لما عملت ده عملته ليه؟ إمم. فلو لقيت الاجابه اني انا آه، آه، تفننت في انواع العباده والوان العباده لغايه ما ملت نفسي ومل قلبي، فقلت اروح شويه عن قلبي ونفسي عشان لما ارجع تاني للعباده ارجع بنشاط، انت كده مش تافه. إمم. لا، انت واحد عارف انت عايش ليه وجاي الدنيا دي ليه، فخلاص. فانت ولا لقيت الاجابه لا هو كده يعني، ما فيش اجابه، او الناس بتعمل كده فبعمل كده. إمم. لا، هنا محتاجين نظبط بقى. يبقى اول فرق الغايه. الفرق التاني اللي يفرق بين التفاهه وبين الترويح عن النفس او القلب، الوسيله. ما هو مستحيل واحد عارف الغايه بتاعته هنا ان انا بعبد ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين قال لك الغايه من ان انا رحت للحته دي ان انا بروح عن قلبي ونفسي عشان اتحمل مزيد من العباده، وتلاقيه رايح في الاخر بيعصي ربنا. يعني مستحيل، يعني إمم. مستحيل هتلاقي ده. إمم. لا، ده هيراقب نفسه في كل صغيره وكبيره. يعني انا قلت لك المره اللي فاتت الريلز ولا الشورتس دي اللي احنا عمالين نقلب فيها ليل نهار دي كارثه. لان انت من كل 100 فيديو ما تطلعش فيديو ولا 2 ما فيهمش حاجه حرام. إمم. طب انت كده عاوز تقول ان انا بتروح عن قلبك عشان بعد كده يعي الذكر؟ انت كده هتقوم بقلب يعي الذكر. هيسود. يعني ازاي؟ يعني ازاي؟ لا، ونرجع بقى نشتكي قسوه القلوب دي منين؟ وعينيا ما بتدمعش، وقلبي مش عارف، مش حاسس بيه ما هو من ده. إمم. الوسيله، رحت عملت ايه؟ يبقى هتلاقي دايما وسايلك بقى رايح لفين؟ رايح لحته ايه بقى؟ حته ان لو ينفع اروح عن قلبي بحاجه اساب عليها هروح لها. شوف بقى تفكيرنا هيبتدي يروح فين دلوقتي. يعني مثلا هديك بقى مثال. العباده، اول ما اقول عباده كل الاذهان ايه؟ صوم وصلاه لا، هو صله الارحام دي ايه؟ عباده. طب ايه رايك ان انا دلوقتي ايه؟ بعبد ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين ايه؟ عاوز اروح عن قلبي ونفسي، فهزور خالتي اللي بحبها، اللي قعدتها على قلبي زي العسل وبخرج من عندها مفرفش انا كده. شوف المقاييس بتختلف ازاي دلوقتي. انا روحت عن قلبي وعن نفسي وأثبت، إمم. خدت ثواب. طب لو واحد بيحب حاجة، يعني هو يبقى يعني بيروّح دي حاجة بتسعده إن هو يمسك الموبايل مثلًا يقعد يتصفح شوية، يعني هو بيجد سعادته وراحته في كده. هنجي لها دلوقتي، تمام. دي المرحله الثالثه. يبقى اول إمم. مرحله اني هحاول اجد لذه وراحه وترويح عن القلب والنفس في شيء اصلا فيه نصوص، يعني هو اصلا عباده يعني. فانا ماشي. كده ما بقاش خرجت عن العباده. تمام. حاجه تانية، اني هروح للمباح ولكن انوي فيه الخير. إمم. يبقى مثلا انا هنزل الجيم اروح على نفسي، او اجري شويه حوالين البيت، او أعمل يعني اي حاجه، يعني كل واحد بقى ومقدرته او المكان اللي عايش فيه او كده، بنيه اني المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. ده في الاصل إن ده حاجه مباحه، لكن دخلت فيه نيه حولته لايه؟ لطاعه. عبادة طبعًا. ودي بقى ده باب كنز كبير لينا كمسلمين. إمم. الناس المتدينه ما ينفعش يفقدوا الكنز ده من ايديهم، اللي هو تحويل المباح لطاعه.
وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء، لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. يعني المباح الفعل أو الترك سيان، إمم. لكن إذا نوى بأكله القوى على طاعة أو لطاعة الله له ما قد نوى. واحد وهو بياكل بينوي بأكلته إنه بيتقوى يثاب على للعبادة، الأكل. يثاب على الأكل. بعض السلف كان بيقول كده نفس الكلام في الشغل اللي اتكلمنا عليه أول الحلقة وكان آه صدمة للناس، نفس هنيجي الكلام. للشغل. إنما واحد كان من السلف بيقول إيه، بيقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. تخيل. يعني احنا المعنى ده اللي هو ايه، انا عاوز انام بقى عشان اقوم الساعه 2 الفجر اصلي لي ركعتين. الراجل ده هو داخل ينام بيحتسب على الله النومه، يثاب على النوم. يثاب على النوم اذا احتسب فيها الخير. فاحنا عاوزين برضو يعني ايه، يبقى منظورنا واسع شويه في حته العباده. اولا ان العبادات كتير، مش نوع معين. اكتر سؤال بيجي لنا في الحته دي دايما من النساء لما بتتجوز، بتبقى البنت مثلا لو هي متدينه من قبل الجواز يعني متعوده على عبادات بقى معينه، تتجوز طبعا تلاقي فجاه كده ايه، الدنيا أيوه. ضلمت في وشها، بيت وتنظيف وغسيل وطبخ. فبيكون الرد دايما ايه، هو انت اللي مفهومك عن العباده غلط. انت انتقلت من لون من الوان العبادات للون اخر من الوان العبادات برضه. يعني انت انتقلت من حته لحته، انت لسه في دايره الثواب. فعاوزين ننظر المنظور ده. من الاثار الجميله جدا اللي بحبها، اظن ثابت البناني والله اعلم يعني، كان بيقول ايه، بت اغمز قدم امي وبات اخي يصلي وما احب ان تكون ليلتي بليلته. امه رجلها تعباها، هو قاعد يدلك رجل امه طول الليل، واخوه بيصلي قيام الليل طول الليل. بيقول وما احب ان تكون ليلتي بليلته، يعني لو اتعادت الليله دي 10 مرات ويقول لي قوم انت صلي وانا اقعد اقول له لا روح انت صلي، انا بغمز قدم امي. محتاجين ده. احنا دلوقتي الشباب قاعد بيقرا في المصحف ولا قاعد هيصلي ركعتين، ابوه ينادي عليه ده بيحصل يعني. حتى لو جواه يقطعك عن ايه، انت رايح لعباده تانية، انت مش ويمكن عباده اثوب. فمحتاجين نشوف ده. محتاجين بقى ندخل النيه في المباحات زي ما انت قلت بقى من شويه، الشغل. يبقى انا لو رحت العمل ده بنيه اني انا ما مدش ايدي لغيري، دي نيه تثاب عليها. واليد العليا خير واحب الى الله من اليد السفلى. ايه العليا والسفلى؟ انت عارف لما يجي واحد ياخد بتبقى دي تحت، واللي بيدي بتبقى دي فوق. فاليد العليا خير من اليد السفلى. الايد اللي بتدي احسن من الايد اللي بتاخد. فانا اول حاجه مش عاوز ايدي تبقى سفلى اولا. ممكن واحد تاني ينوي لا انا عاوز فائض عشان ايدي تبقى عليا كمان، يعني انا عاوز انفق، يعني ياتيني الفائض لانفق في سبيل الله، يثاب. مش في الحديث انما الدنيا لاربعه نفر، فرجل اتاه الله مالا وعلما فهو ينفق. واحد تاني اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، فقال ايه، لو ان لي مثل ما لفلان لعملت فيه بمثل عمله، هو نيته فاجرهما سواء. بنيه انك لا تضيع من تعول او من تقود. انت عندك زوجه في البيت وعندك اولاد، هتحوجهم ليه؟ فانا بروح الشغل علشان اكتسب، علشان انفق على زوجي، انفق على ولدي. كل دي نوايا تثاب عليها. يبقى دي تاني حاجه. احنا كله في الوسيله. يبقى تاني حاجه تقعد كده، انا خلاص الغايه انا راجل بعمل ده عشان اروح عن قلبي، عشان بعد كده لما اقول للعباده الاقي قلبي في العباده. تاني حاجه الوسيله، ما رحتش لحاجه حرام او حاجه مكروهه، لا رحت حاولت اجيب عباده اصلا، او ما لقيتش دخلت النيه في المباح. يجي بقى السؤال اللي هو طب افرض هو مباح بسكرول على الفيسبوك مثلا، زعلان ليه؟ انت زعلان ليه؟ انا مش زعلان، انا ما بقولش ان زعلان. وده موجود قلت لك في الايه، في الشرع. يعني عائشه لما وقفت تبص على الاحباش، فهو موجود يعني موجود في وقت من الاوقات الشيء المباح اللي هنعمله اللي ما فيهوش نيه، فموجود. لكن انك تكثر منه. خلينا بقى نروح بقى لثالث حاجه، المده. يعني انا دلوقتي انا راجل بقى، انا عاوز اعرف انا في منطقه التفاهه ولا في منطقه الترويح عن القلب والنفس. المده. هديك مثال علشان نفهم موضوع المده ده، لاني انا هاجي اقول لك في المده، يعني اصل انت هتيجي
5 ساعات ولا 6 ساعات عمال تسكرول على الفيسبوك وتقول لي انا بروح عن قلبي. لا روح. يعني بتروح عن قلبك. روح يا قلبي. فلا انت ما بتروحش عن قلبك، انت بتهرج. اقف كده قدام، انا بهرج. مش هننفع غير كده، يعني مش هتنفع يعني. يا فاهم. تعال اقول لك حاجه كده عشان بس طبعا في الحته دي بقى لازم نسمع البودكاست اللي فات موضوع الوقت عشان نعرف الوقت لكن خليني اقول لك حاجه خطيره جدا عشان نعرف بس احنا فين. الوقت اللي احنا عايشينه في الدنيا دي الوقت اللي ممكن نكتسب فيه، سواء بقى نكتسب فيه ما نثاب عليه او ما نعاقب عليه او ما لا نثاب ولا نعاقب عليه اللي هو المباح، نسبته قد ايه؟ تعالى بقى كده صدمه حلوه بقى في الحلقه، يعني صدمه حصريه. لو قلت ان متوسط اعمارنا 60 سنه، خلاص بننام قد ايه في اليوم؟ المتوسط 8 ساعات. يعني لما تيجي تسال يعني تلاقي الناس بتنام اكتر، فخلينا ماشيين على متوسط الناس بتنام 8 ساعات. 8 ساعات بالنسبه لليوم يعني قد ايه من اليوم؟ تلت اليوم، صح كده؟ طيب خدها على سكيل العمر، يبقى انت نمت تلت 20 عمرك. سنة 20 سنه راحوا نوم. الدراسه سواء وانت صغير جامعه وبعدين الشغل تقريبا قد ايه من اليوم؟ ماشيهم 8 ساعات وهم اكتر. هم اكتر يعني لو دراسه بالدروس بالمذاكره او شغل بالوقت وانت رايح وانت راجع اكتر من كده. خلينا في المتوسط 8 ساعات. 8 بالنسبه لليوم تلت. 20 سنه كمان راحوا. احنا كده بنتكلم في 40 سنه من 60 راحوا. خش بقى في تفاصيل اكل وشرب. انا بتكلم على الضروريات، مش انك واقف يعني ما بتكلمش على الوقت اللي انت بتضيعه، لا انا بتكلم في الضروريات اللي انت اكلك وشربك مثلا، حاجاتك الضروريه اللي هي لازم تعملها، يعني مش اللي هو ما ينفعش توقفها في حياتك. ماشي. لو يعني ايديا يعني ايه مسكت فيها اقول لك 5 سنين كمان، يعني ماشي. 5 سنين دي اللي هي مثلا ساعتين في اليوم. ساعتين في اليوم. ماشي. فانت تبقى لك كام؟ 15 سنه. ده الوقت الفعلي اللي تقدر تنتج فيه شيء يا تثاب عليه في الاخره يا تعاقب عليه يا لا تثاب ولا تعاقب. طبعا ده لو ما دخلتش النيه بقى في الشغل، ما دخلتش النيه في النوم. انا بكلمك في دي حياه البني ادم الطبيعي. فاحنا بنتكلم في رقم لو قعدت تتامله هتتصدم. خد بقى الصدمه الكبيره بقى. انا ضحكت عليك دلوقتي، انا قلت لك 60 سنه فكذا كذا. انت اصلا في الاول انت في 5 سنين 6 سنين 7 سنين دول رايحين اصلا اكتر كمان. يعني فالحسبه ايه؟ احنا هنضيع ايه؟ فاللي يقعد ولذلك يقول لك يا اصل انا زهقان ليه فاضي ما ورايش يعني ايه؟ يعني انت هتضيع ايه؟ طب تعالى اديك مثال بقى عشان تفهم حته فاضي وما ورايش حاجه. تخيل كده في معرض اساسي اتعمل، معرض بيبيع موبيليا وبتاع ومش عارف ايه وخصم 50%. فعريس وعروسه لسه كاتبين كتابهم جديد، ما اتجوزوش، كاتبين كتابهم سمعوا عن المعرض ده. طب اخر يوم امتى؟ ده النهارده. خلاص كده عريس وعروسه كاتبين كتابهم عاوزين يشتروا العفش، سمعوا عن المعرض امتى؟ اخر يوم النهارده. راحوا واخدين ديلهم في اسنانهم وجارين يلحقوا المعرض. تخيل كده العريس والعروسه دول هيدخلوا، اول ما يدخلوا بقى حبيبه بقى هيقول لها ما تيجي نشوف بقى كافيتيريا حلوه نقعد ناكل حاجه ونشرب، هيعمل كده؟ لا طبعا. هيطحن نفسه، مفيش وقت. عاوزين نلم بسرعه ليه؟ لان النهارده لو خلص العفش اللي كنا هنجيبه ب100,000 هنجيبه ب200,000. النهارده لو خلص هنخسر 100,000 جنيه. مفيش وقت نهزر، مفيش وقت نضحك. ده هيجيله مكالمات مهمه على الموبايل مش هيرد عليها. امتى هيقول تعالي ناكل؟ امتى؟ عارف امتى؟ لما يخلص بقى. لا انا متخيل المعرض ده مثلا يعني قاعدين 14 ساعه في المعرض، لما هيقع من طوله خلاص. لما يحس انه مش قادر، انا خلاص. هيعمل ايه وقتها؟ خلاص هو حاسس انه هيقع من طوله. هيروح علشان بقى يقعد ويطلب طبق مش عارف ايه، ولا هيروح ياكل اي حاجه يطلب طوله. الدنيا بتاعي ابتدت تنور دلوقتي. هنفهم السلف كانوا بيفكروا ازاي. هم شايفين هم كده في الدنيا. احنا بنجري عشان ورانا حاجه. طب في النص ما انا لو ما اكلش هموت فهاكل.
في اثر هنا عجيب جدا لواحد من مش فاكر اسمه يعني دلوقتي، يعني كان بيقول ايه، بس الاثر عجيب جدا. كان بيقول اني ساعة الافطار احس بروحي كانها تخرج لاجل توقف لساني عن الذكر. بحس ان روحي هتخرج من جسمي. ليه؟ عشان لساني وقف عن الذكر. طب سبحان بتاكل الله. ليه؟ ما عشان اعيش. مم. واحد زي ده هياكل بياكل عشان يعيش. على رأي يعني واحد من الدعاة بيقول لك ايه، في ناس بتاكل عشان تعيش، وفي ناس عايشه عشان تاكل. أيوة. يعني هو عايش عشان ياكل يعني كان من كلام السلف مثلا في حته الاكل دي. ذكروا له الرجل ياكل الاكله، قال طعام المتقين. واحد بياكل مره في اليوم. مم. قيل له ياكل اكلتين، قال طعام المؤمنين، يعني درجه اقل. قيل ياكل 3 أكلات، قال قولوا لاهله يبنوا له معلفا. ده مش بني ادم اللي بياكل 3 مرات في اليوم. ده مش بني ادم قلبي. بقى يبنوا له معلف. طبعا احنا 3 مرات وفي النص بننقنق ايوه سناكس. انا عاوز اقول لك ان بعض العلماء دخلوا في تفاصيل ميعاد الاكله. يعني الغزالي في الاحياء مش بس قال لك تاكل اكله، ده قعد دخلك في تفاصيل الميعاد، قال لك تاكلها وقت السحر. على فكره مبارك الكلام ده انا بحاول اشوف النفسيه اللي كتبت الكلام مش الكلام. يعني الغزالي قال لك تاكل اكله، وامتى بقى؟ تعالى بقى اقول لك امتى كمان. وقت السحر. ليه بقى؟ علشان كده يبقى انت صمت النهار فتاخد ثواب الصوم. ما هو خلاص، ما هي اكله واحده في اليوم. هو بيقول لك انت تاكل مره في اليوم. وبعدين ولا تثقلك عن قيام الليل. وقعد يدخل في تفاصيل ليه ده احسن وقت تاكل فيه الاكله. انا وانا بقرا الكلام انا شايف الغزالي ايوه هو يعني فكر بفكره. اه لا عايز اعلى حاجه، عايز يقفل العداد. الناس دي موجوده، والناس دي يعني عاشت وفي بينا ناس كده. وفي رمضان احيانا الواحد بيتعم، يعني يجي وقت الفطار مش هيفطر. ليه؟ عشان يعرف يصلي التراويح. بص تلاقي التهجد، طب التهجد ده خلاص ما اتصبر اي حاجه، وتلاقي الاكله الاساسيه فعلا بتتحول ان هي اللي تبقى في السحور. مظبوط. في واحد بقى دي حياته. فصاحبنا ده بقى اللي خد مراته ده وراح يجيب لما هيقع من طوله خلاص هيروح ياكل ايه؟ اي حاجه على السريع. انا مش فاضي، انا عندي معرض هيخلص كمان كام ساعه وهخسر لو ما. احنا لو بصينا للدنيا بالمنظور ده هتلاقي ما فيش وقت. وعشان كده بقول لك تالت سؤال تقعد بقى تساله نفسك، ايه الوقت اللي انا بقضيه في ده؟ لو لقيت لا وقت كبير، فهنا لا، احنا في دايره التفاهه. انا عاوز اقول لك حاجه. انت عارف رقم 5 ساعات ده؟ يعني لو احنا مثلا بنضيع 5 ساعات على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، عارف ده لو قدرنا نوفره معناها ايه؟ معناها 10 اجزاء قرآن في اليوم. لان الجزء تقريبا بيجي في نص ساعة. يعني معناها انك هتختم طول حياتك بتختم كل 3 ايام. وانا متأكد ان معظم الناس بتضيع اكتر من الرقم ده على في الولا حاجة، في مربع الولا حاجة، سواء بقى قاعد على السوشيال ميديا باي تطبيق من التطبيقات، او في الشارع، او في النادي، او على الناصيه، او في او في الولا حاجه. يعني في واحد كده هو في مربع الولا حاجه، يعني ايه؟ قاعد على السرير كده وباصص في السقف، فاهم انت لو قدرت توفر 5 ساعات في اليوم وتحولهم للقران هتختم كل 3 ايام. يبقى ده ثالث سؤال تساله لنفسك، ثلاث اسئله كاشفه. انا في مربع التفاهه ولا مربع الترويح عن النفس والقلب؟ الغايه، الوسيله، المقدار. طيب خلينا بقى يعني نختم باهم حاجه، يعني الجزء بقى العملي. يعني دايما انا بحب اطلع من كل حلقه بحاجه كده ايه عمليه. انا اعمل ايه بقى يعني العلاج للحاله دي؟ يعني خلاص وعي تشكل، فهمت ايه مفهوم التفاهه، فهمت ان انا المفروض يعني استغل وقتي بس ازاي؟ يعني ايه اللي المفروض اعمله؟ الخطوات عمليه. يعني هو كأن ايه السؤال؟ نتحرر ازاي بقى من التفاهه؟ يعني هو اللي هو الحلقه اصلا. انا عاوز اتحرر دلوقتي بالظبط من التفاهه. اول حاجه هستدعي مشهد الحرب تاني علشان نفهم ان احنا عندنا شيطان. احنا عندنا جبهه، الناحيه التانية شيطان على الراس، وعنده جنود بقى، رأس مالية، سلطة، تبشير، محتل، في ليلة بتحصل. فاوعى يعني تفتكر ان انت الجدع اللي هتقف في وسط دول كلهم. اول خطوه للتحرر من التفاهه اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. لازم تلتجئ لربنا سبحانه وتعالى.
مش هتخرج من دي. عارف ليه كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة أصلا؟ إمم. لا تحول عن تلك الحال إلا بالله، إمم. ولا قوة في جلب ضد هذه الحال اللي هو بقى من الاهتمام بمعالي الأمور وأشراف الأمور وكذا إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلازم لجء لربنا سبحانه وتعالى، دعاء، قرب منه سبحانه وتعالى، ابتهال ليه، يا رب خرجني من التفاهة. إمم. انت لوحدك مش هتقف قدام كل دول، يعني في ليله يعني بتدبر، فمش هتعرف. فدي اول حاجه، اللجوء الى الله عز وجل. تاني حاجه وهي حاجه مهمه جدا، الصحبه. إمم. ليه الصحبه؟ لان انت طول ما انت في شله التافهين ده بيشكل وعيك، ويمكن احنا قلنا قبل كده ده بيبقى المعيار بتاعك اللي هو ايه، ده انا احسن واحد فيهم، أيوه. ده انا بخطف الصلاه كلها في اخر الليل، ده هم ما بيصلوش. ممكن اقول كلمه هنا توجع شويه ولا لا، يعني؟ لا قُل، ما يعني بتميّل الوجع يعني بس. طيب لما اقول تسيب شله التافهين، انا اسف يعني، بس هو ممكن يبقى شله التافهين دي اللي هم سمتهم الخارجي ناس متدينه، يعني ممكن يبقى لحى ونقابات وكده، لكن انا كل ما اقعد معاهم هو ما بيتكلموش غير في الكوره، إمم. كلامهم كله على الكوره والدوري الانجليزي، ومش عارف فلان عمل ايه واتنقل من هنا راح فين دي حياتهم. او كل ما اقعد معاهم ما بيتكلموش غير عن التجاره والفلوس والدولار عمل كام وسيلنا ايه واشترينا ذهب ده كلامهم. إمم. او البنت كل ما اقعد مع البنات اللي لبسهم خمار ولا نقاب ما بيتكلموش في حاجه غير الموضه والاكسسوارز والصفحه والبلوجرز بتوع الاكل ده كلامهم. انت في شله انس، انت لازم اول حاجه تسيب دول، إمم. بس مش تسيب دول وتبقى لوحدك، تسيب دول لغيرهم. غيرهم بقى من مين؟ اللي هو تقعد معاه تسمع قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. تقعد معاه تلاقيه بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، تقعد معاه تلاقيه عينيه بتبكي لما يذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عاوزين الفئه دي، إمم. الصحبه دي هتشدك. المرء على دين خليله إمم. فلينظر احدكم من يخالل. فانت قاعد مع ناس بتتكلم في الكوره هتبقى بتاع كوره، قاعد مع ناس بتتكلم في التجاره وفي الفلوس هتبقى بتاع ده، قلبك رايح للحته دي. إمم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى، اللجوء لله. اللجوء الى الله عز وجل والابتهال والتضرع وتحري اوقات الاجابه دي مهمه جدا. إمم. يعني انت فين بين الاذان والاقامه؟ فينك؟ انت فين في الثلث الاخر وقت التنزل الالهي؟ فينك؟ انت فين في ساعه الاجابه يوم الجمعه؟ فينك؟ ما هو انت لو ابتديت دلوقتي خارج من الحلقه من الحلقه بتاعتنا دي في قضيه جواك، هتبتدي لا يعني انا هعيش للقضيه دي، انا مش عاوز ابقى في مربع التفاهه. إمم. الصحبه الصالحه دي تاني حاجه. تالت حاجه بقى ويعني نختم بيها عشان هي هتبقى اتقل حاجه في الحلقه هو في كلها أتقل من اللي فات؟ التخلص من كل شيء بيؤدي الى التفاهه. وانا هنا يعني عاوز اركز على حاجه واحده، تليفونك اللي في ايديك ده، التخلص من كل شيء بيؤدي الى التفاهه. يعني لو انت عارف ان مشكلتي، انا دايما بقول كلمه يعني بتوجع، يعني بقول لهم انا مش عارف ازاي واحد يؤمن بالله واليوم الاخر وعنده تطبيق التيك توك على تليفونه. انا مش عارف ازاي بصراحه، انا مش عارف ازاي يعني واحد يؤمن بالله واليوم الاخر عنده التطبيق ده على التليفون، انا مش عارف ازاي. وده لان ده انا شفته، انا ما اعرفش الانستجرام شكله ايه. إمم. يعني انا اللي شفته شفت الفيسبوك ده، شفت التيك توك وشفت اليوتيوب والتليجرام طبعا. التيك توك ده انا نزلته اصلا لحيثيات كده اسبوع. يعني واحد جزاه الله خيرا عمل لي اكونت على التيك توك، ما اعرفش انا عنه اي حاجه، إمم. وابتدى ينزل فيديوهات عليه ليا ومش عارف ايه وبتاع. فقال لي ادخل شوف ده عملت، وانا ما اعرفش ايه التيك توك ده، نزلته بتهيألي ما كملش الاسبوع عندي. ده يعني من الابواب الواسعه الى جهنم. فانا او يكون بقى في حاجه انا ما اعرفهاش، يعني يمكن في تقنيات فيه مثلا بس هو اللي انا شفته ده انا ما اعرفش ازاي واحد يؤمن ان في يوم اخر وجنه ونار وعنده تيك توك. هو أنا حاولت على التيك توك كذا مرّة، يعني امم كنت باتكلّم مع ابني، يعني لقيته بيدخل على فاتضايقت جدًا إن هو منزّل تيك توك، فباتكلّم معاه بيقول لي: "لأ، هو حسب ما أنت يعني
مشيت في خط هو أول لمّا بتنزل الترندات إيه بيعرضها عليك، أنت بقى فلترت عوّدت ما انا نفسك قلت شوية يمكن في حاجه انا ما اعرفش ايه برضه الفلتره دي وانا عوّدته على نوع معيّن من الفيديوهات أنت بتشوفه وبتضغط عليه، فهو بيبدأ يعرضها هي عليك، فبرضه نفس الalgorithm يعني مش بص انا اصل انا وإن ناس كان قالت لي أنا كده. شخصيًا رافضه مم. تمامًا هو والإنستجرام، لإن هم يعني أنا مش مقتنع أصلًا بفكرة الreels إلا مم. يعني أنا حتى في البودكاست وقُلت الكلام ده قبل كده، باعملها مجرد للدعاية إن أنا أجيب الناس تتفرج على الحلقة الأصلية، لو ما كانش دي الفايدة مش عايز يعني مم. مش شايف لها فايدة تانية يعني. يعني المهم يعني انا ايه مش عايز بقى في تفاصيل لان ممكن يبقى في ناس ايه اشطر مني في الحته دي، يعني انا دي مش حتتي قوي، بس ده اللي انا شفته بعينيا. فيعني إمم. تخلص يعني تخلص من ده كله. يعني انت خلاص انت عرفت ان انت في حته هتضيعك، تخلص منها. تخلص منها يعني ايه؟ يعني شيل التطبيقات دي من عندك، صعب على نفسك الدنيا، عاوز تشيل الفيسبوك وتدخل من البراوزر اللي اجمل واجمل من ده كله سيبك من التليفون خالص. سيب التليفون، ارمي التليفون ده صعبة. اللي اسمه هي صعبه، لكن في ناس عايشه كده. انا اعرف ناس عايشه كده لغايه دلوقتي ماشيه بالتليفون ابن الحلال القديم في ده ناس ابو عايشة كده ابو بس يعني زراير. ده نمط لا يصلح للجميع يعني النهارده مثلًا هنتكلم مم. لو إحنا عايزين نتكلم في حلول عملية هنلاقي الحل ده صعب جدًا، جدًا. إن الواتساب مثلًا ما هو عشان طب أشغّل ايه واتساب، رايك عشان أشغّل ممكن برامج اللي هي اللي فعلًا هتساعدني وهتفيدني، ما هو ده يلزم منه إن أنا يبقى التليفون في جيبي طول الوقت أو في إيدي طول الوقت. صح؟ بس خليني يعني صلّح بقى. اصدمني بقى خش يقول لك هو راي محترم وكل رأي حاجه. محترم بس هي ارميه في الزبالة. لا احنا جيل يمكن يعني انت من سني، فاحنا جيل عشنا فتره من غير ما يبقى في حاجه اسمها موبايل أو مكان. يعني احنا أيوه. عشنا الفتره اللي هي التليفون الارضي بس اللي موجود عندنا. إمم. وقتها كنا حاسين حاجه ناقصانا. لا، كانت الدنيا زي الفل ساعتها. صح كده؟ حلو. طلع الموبايل الاريكسون ابو انتنه ده اللي هو كان أيوه. 6 800 ده اللي كان يشيله ابن باشا يعني، وفي جنبه كده ومش عارف ايه، ومفيش بقى خالص لا سمارت فون ولا بتاع ومش عارف ايه. وبعدين طلع بقى السمارت فون. انا مش هادخل في الحته دي ان شاء الله تيجي في حلقه العاده هنتكلم عليها بالتفصيل الموضوع ده. كويس. اللي عاوز اقوله ايه؟ احنا ما كانش حاجه ناقصانا وكنا عايشين ماشي. هل النمط ده احنا ممكن نرجع له تاني؟ انا بقول لك ممكن. انا عملت ده. يعني انا عملت ده فتره، وانا شغلي كله على ايميلات. شغل بقى يعني شغل اللي هو باكل منه عيش، كل إمم. ايميلات و... والواتساب بقى والدعوه إمم. والحاجات دي كلها. إمم. كنت بعمل ايه؟ يعني انا فتره عشت كده، جبت تليفون قلت اجرب بقى الحياه دي، وكانت فتره جميله جدا في حياتي. إمم. وانا في نيتي إني ارجع لها تاني انا وبيتي كله. يعني قريبا ده هيحصل ان شاء الله. إن يعني شاء الله. ممكن تبقى الحلقه دي ايه، يعني هي البدايه. باجي ليا ساعه في اليوم او ساعتين في اليوم، هم دول بتوع كل حاجه. بس خلي بالك احنا يعني ممكن بقى كمان ده احنا دماغنا وقفت في حلقه العاده. ممكن نتكلم على ده ومستويات حاجات كتير عندنا تراجعت بسبب الحياه دي. هديك صحيح. مثال. يعني دلوقتي ممكن تبقى واحنا قاعدين دلوقتي انا وانا جاي لك، مثال حقيقي اهو. أيوه. انا جيت لك بايه؟ GPS. بجي بي اس صح. زمان ما كانش عندي جي بي اس صح. إمم. دي خلتنا نعمل ايه؟ خلتنا كسل لازم. ما نحاولش نحفظ الطرق أصلًا. بس لا يعني خليني ارجع كده بيك حياه انا عشتها انا وانت. احنا يعني عمرنا احنا عشناها لان إمم. احنا اللي هو قبل ظهور الموبايل اصلا خالص إمم. ما كانش فيه غير تليفون ارضي. أيوه. فاكر انا بجد بسالك بجد، يعني فاكر لو في وقت زي ده وانا عاوز اجي لك كان بيحصل ايه؟ انا هقول لك كان بيحصل ايه لو انت مش فاكر. كنت بكلمك من بيتي قبل ما انزل أيوه. واقول لك اوصف لي. لازم احفظ إمم. وصفتك لان ما فيهاش هزار. إمم. لازم احفظ وصفتك بالظبط. إمم. ان اوصل بيتك ازاي أيوه. وانزل من بيتي انقطع الاتصال بيك تماما أيوه. لحد ما أوصل. لغايه ما اوصل. دي كانت مخليه جوانا ملكات. صح. انا مضطر احفظ. احنا وصلنا لحاله بقى انا يعني ده مصطلح انا سميته، يعني ما اعرفش بقى موجود في العلم ولا لا. الكسل العقلي. احنا وصلنا لمرحله من الكسل العقلي إمم. الغير مسبوقه. هديك امثله هتقول ده انا هو ده مش انت بقى، ده احنا كلنا يعني. إمم. اول ما طلع ال 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 الفيسبوك ماشي، كان ممكن تلاقي نفسك انت ممكن تقعد. قبل الفيسبوك كان ممكن تدخل على منتديات وتقرا مقال طويل جدا. إمم. إمم. طلع الفيسبوك كان ممكن في الاول تقرا منشور طويل. دلوقتي لو لقيت كلمه سي مور او انظر المزيد خلاص. اصلا مش بتحاول تفتح انظر مزيد. اللي بعده انظر مزيد. انا فاضي لك. لما جالش 3 4 سطور خلاص. مش كده؟ إمم. وبعدين
بقى لازم اقرا كلمتين 3. بعد كده بقيت حتى كلمتين 3 لو ما اتحطوليش على خلفيه ملونه او صوره ممكن ما اقراهمش. بعد كده بقيت انا مش عاوز اقرا، انا عمال اقلب عشان اشوف الصور، او عاوز تقول لي حاجه قولها لي في فيديو. إمم. مش فاضي لك انا اقعد اقرا صح. شوف احنا وصلنا لفين. الفيديوهات كنت الاول ممكن تقعد تصبر تشوف فيديو ساعه مثلا، ولا احنا حضرنا ده كنا بنجيب الشريط عشان نسمعه ساعه ساعة ونُص وساعتين إمم. وسلسله ومش بعدين لأ، هي ربع ساعة يا إما بعدين الreels أكتر من دقيقة أنا مش هاسمعك. إمم. كسل عقلي رهيب. إمم. فإحنا نقدر نرجع لده، أنا باقول لك نقدر نرجع، بس هي محتاجة قوة، محتاجة عزيمة، محتاجة صُحبة تعينك. هنرجع تاني للصُحبة، يعني اتفق أنت وصاحبك باقول لك إيه ما أقول لك حاجة، ناخدها تجربة. يعني مش باقول لك انقل حياتك، خدها تجربة، قُل هاجرّب شهر، هاخسر إيه يعني؟ بجملة المصاريف اللي بادفعها هانزل أشتري لي تليفون يعني حتى لو أي تليفون صغير، وأنقل فيه الكارت، ويبقى ليّا ساعة في اليوم والّا ساعتين باقعد فيها على الموبايل، أخلّص كل شغلي، أخلّص الواتساب بتاعي، أخلّص مش عارف إيه، وأجرّب. إمم. مش هنخسر حاجة. بس ده أنا باقول لك ده يعني حاجة أو سبب رئيسي لإن إحنا نخرج من مربع التفاهة. إمم. جميل. يبقى العلاج بيتلخص في 3 حاجات: اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، اختيار الصُحبة الصالحة، والبُعد طبعًا عن أي صُحبة بتبعدك عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، والحاجة التالتة إنك تبعد عن أي حاجة بتشدك ناحية التفاهة. بالضبط كده. إن شاء الله في الحلقة القادمة التخلُّص من سلوك السلوك القطيع. القطيع إن شاء الله. جزاكم الله خيرًا، إياك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.